بتبدأ قصتنا مع بطلنا واللي اسمه يوجي، واللي بيكون منتقل لمدينة جديدة اسمها فستان، وهناك بيدخل على نقابة المغامرين وبيقول للمسؤولة أنا قدرت أجيب كمية كبيرة من أزهار داريا وجيت هنا علشان أبيعها، وبيقول للصلايم اللي معاه يطلع الزهور، فكل اللي في المكان بيتصدموا من كميتها الكبيرة، والعاملة بتجري علشان تنادي المدير وتسأله على اللي حصل، وبيجي المدير وبيتصدم كمان من الكمية الكبيرة للزهور، وبيقول ليوجي بالرغم إنك مروض عادي إلا إن دي كمية ضخمة جدا وإحنا مش محتاجينها في البلد دلوقتي، لكن تقديرا ليك هناخدها منك كلها. وهم واقفين بيتكلموا دخل واحد عليهم النقابة وصرخ بأقصى صوت ليه وبيقول لهم في أكتر من 10,000 وحش حوالين المدينة كلهم هيهجموا علينا، فالكل اتخض في المكان، وبدأ المدير يفكر في إيه اللي ممكن يعمله، وقال للصيادين الأفضل إننا ناخد سكان المدينة ونهرب من هنا لأننا مش هنقدر أبدا نقف قدام ال 10,000 وحش. وانقسمت الأصوات في المكان بين المؤيد والمعارض لحد ما رفع يوجي إيده وقال لهم أنا عندي فكرة، وقال للصلايم معاه يخرج سنة الديناصور، وقال لهم في المكان باستخدام السنة دي أنا هقدر أعمل نار كبيرة وأخليها تحوط المكان، وبكده هنقدر نقتل كل الوحوش اللي بره بدون ما نشكل أي خطر على سكان المدينة. والكل كان قلقان منه في الاول لكنهم وافقوا في الاخر بعد ما افتكروا كميه الورد اللي كان جاي بيها، فامر يوجي كل الصيادين انهم يقفوا على حدود المدينه علشان يحاولوا يعطلوا الوحوش لحد ما ينفذ التعويذه بتاعته، وبالفعل ده اللي حصل، بدا كل الصيادين يهجموا على الوحوش ويمنعوا يخشوا القريه، ووقف يوجي في سطح عالي وخرج قدامه شاشات كتير وبدا يحاول يحلل المدينه واعداد الوحوش، ولقى في رساله وصلت له من المساعده بتاعته في الغابه بتقول له فيها ان في شخص مجهول لابس لبس غريب ماسك في ايده بلوره سحريه واكيد هو السبب في ظهور الاعداد الكبيره دي من الوحوش، فامرها يوجي انهم يهجموا عليه وياخدوا البلوره بتاعته ويوصلوها له، ورجع تاني يكمل في تحليل الاحصائيات علشان يعرف يستخدم السحر بتاعه، وحاول اهل القريه كلهم انهم يصدوا الوحوش لحد ما نجح يوجي فعلا انه يبني حصن حوالين المدينه واستخدم بعدها تعويذه النار وقدر انه يقتل كل الوحوش في القريه، واهل القريه كانوا مستغربين جدا من قوه النار الضخمه وان ازاي في مروض عادي قدر انه ينفذها، وبعد ما خلص يوجي المهاره لقى في وحوش لسه موجودين، وبالرغم انه كان منهك جدا الا انه كمل واستخدم المهاره للمره الثانيه وقدر فعلا المره دي انه يقتل الوحوش كلهم، ولكنه اغمى عليه بعدها وصحى لقى نفسه نايم على سرير في نقابه المغامرين، ولقى المسؤول عن المكان بتشكره جدا على انقاذه للمدينه وخرجت علشان تجيب له اكل، ولكنها لما دخلت تاني الاوضه لقته اختفى من المكان، وخرج يوجي مع الذئاب والصلايم بتوعه وقال لهم انا ما حبيتش اعمل ضجه عني في المدينه وعلشان كده فضلت اننا نمشي بسرعه وهنروح دلوقتي على وجهه تانيه وهي مدينه كيليا. وفي نفس الوقت ده بيظهر اشخاص بيخططوا وبيتامروا على المغامرين، ومنهم راجل غريب بيقول لهم انهم لازم ينهوا المهمه دي قبل ما لون القمر يتغير للون الازرق. بعدها بنشوف صاحبنا يوجي وهو بيتمشى في مدينه كيليا وكانوا محط انظار المدينه هو والصلايم والذئب عشان هم غريبين عنها، وهنا الصلايم بتقول ليوجي انهم جعانين وعايزين ياكلوا علشان ما اكلوش من بدري، ساعتها يوجي بيروح لجزار المدينه وبيطلب منه قطع لحم كبيره للصلايم والذئب، وبنشوف الجزار وهو مستغرب من شراهه الصلايم واكلهم. بعدها بيروح يوجي لنقابه مدينه كيليا علشان ينضم للمغامرين اللي فيها، وهنا الموظفه بترفض في الاول طلب انضمامه علشان مجرد مروض مش مقاتل يعني، ولكن بعد ما عرفت ان عنده خبره في حمايه مدينه فستان بتقرر انها هتكتب اسمه رسميا من ضمن المغامرين في المدينه، وهنا بيظهر المغامرين واولهم رودس واللي بيعرف نفسه ليوجي على انه خبير في استخدام الخناجر، وكمان بنتعرف على تينا واللي هي محترفه في استخدام النبال، واخيرا يوجي بيتعرف على ليسا واللي هي متخصصه في الرماح. وبعد ما الفريق عرف نفسه ليوجي فهنا جه دور يوجي انه يعرف عن نفسه وقال لهم انه مروض، وهنا رودس استهزأ بيه علشان المروضين في العاده مش بيشاركوا في القتال، دول بس مهمتهم في الاستكشاف والكشف عن المخاطر، ولكن تينا وليسا بيدافعوا عن يوجي وبيتكلموا عن اهميه دوره في اي معركه وانه بدونه هيبقى في عجز كبير في الفريق، وكمان تينا وليسا بيفكروا رودس انه مفيش حد كان طايقه في الفريق القديم اللي كان فيه علشان مشاكله الكتير، وكمان كل الفريق القديم بتاعه اختفى ومحدش عارف عنهم حاجه، وكمان هددوه بانهم مش هيشتركوا معاه في الفريق في حاله لو ما قبلش انضمام يوجي ليهم، وساعتها رودس بيوافق غصب عنه على انضمام يوجي ليهم، وبتبدا مغامرتهم في البحث عن كائن غريب اسمه تنين الارض، وده عباره عن مخلوق في غايه القوه، وهنا تينا بتوزع دور كل واحد في الفريق بان رودس هيكون في المقدمه وهي تينا هتكون في النص وليسا هتتولى المؤخره، وساعتها يوجي سالها وانا دوري ايه في المهمه دي، وهنا تينا بتقول له ان دوره هيكون في الاستكشاف، وبالفعل بينطلقوا لمهمتهم، وبنشوف يوجي وهو بيكلم نفسه وهو محبط بانه شكله كده مش هيضطر انه يقاتل علشان دوره بس هو الاستكشاف، وساعتها بيتواصل عن بعد مع الذئب بتاعه اللي ماشي قدامهم هو والصلايم، وكان يوجي بيطمن عن الاوضاع عنده وان كان في تهديدات ولا لا، وهنا الصلايم بتقول ليوجي انهم يقدروا يقضوا على اي وحش او تهديد، ولكن يوجي بيقول لهم لا، المهم نستكشف ونعرف المخاطر قبل ما توصل لنا، وفي اللحظه دي الذئب بيشوف قدامه 5 وحوش من الذئاب وبيحذر يوجي، واللي بدوره بيقول لافراد الفريق انه في 5 وحوش على بعد 2 كيلو مننا. في الاول تينا وليسا استغربوا من كلامه لانهم ما كانوش متصورين انه هيقدر يستكشف من على بعد كبير بالشكل ده، وكمان رودس بيستهزأ بيه وبيقول له طب هنشوف ماشي، وبيجري علشان يثبت ان كلام يوجي غلط، ولكن بيتفاجئوا ان كلامه صح، ولكن بيلاحظوا ان عددهم 4 بس، وهنا يوجي بيشاور لهم على مكان الوحش الخامس واللي كان فوقهم، ورودس بيقدر يقتله بالخنجر، وبيقول لهم رودس سيبوهم ليا انا هخلص عليهم، وبالفعل بيقتلهم وحش ورا التاني، وبيظهر رودس بمظهر المتباهي والفخور وبيكملوا طريقهم، وبنشوف الصلايم وهم بيقولوا ليوجي ليه ما سبتناش نقتل الوحوش دي قبل ما توصلوا، وبيرد عليهم بانه عايز
وعايز يعرف نقاط القوه والضعف في الفريق بتاعه. وبيجي الليل وبيضطروا يخيموا، وبتكون تينا محبطه انهم ما عملوش حاجه مهمه توصلهم لتنين الارض. وهنا يوجي بيسالهم ليه خيمنا في مكان بعيد عن طريقنا الاساسي، ورودس بيقول له احنا عملنا كده عشان نتجنب قطاع الطرق. بعدها تينا وليسا بيسالوا يوجي مين اللي علمك مهارات الترويض والاستكشاف، وهنا يوجي بيحاول يتهرب من الاجابه على سؤالهم وبيقول لهم انا اتعلمت لوحدي، ولكنهم استغربوا ازاي اتعلمتها لوحدك بدون استاذ او خبير. ورودس بيقول لهم احنا لازم ننام دلوقتي، ولكن هنقسم ادوار المراقبه بينا وهتكون كالتالي: تينا هتراقب في الاول، وبعدها انا اللي هو رودس يعني، ثم يوجي، واخيرا ليسا. وهنا يوجي بيساله اشمعنى الترتيب ده بالذات، فرد عليه رودس بان الحمل الاكبر هيكون في فتره المراقبه الثانيه والثالثه، علشان كده انا همسك الفتره الثانيه وانت بعدي. وفي اللحظه دي يوجي بيحس ان رودس راجل شهم وحكيم. بعدها بننتقل لمشهد بيظهر فيه يوجي وهو في مكان في غابه، وبيكون مش عارف هو جه هنا ليه، وكل اللي فاكره هو ذكرياته الممله لما كان شغال موظف في شركه. وبيظهر قدامه صلايم وبيدله على مكان مليان كتب سحريه. بمجرد ما بيفتح يوجي الكتاب بتدخل دماغه كل المهارات والتعاويذ، وبمجرد قراءه لصفحه واتنين بيعرف تعويذ الميه والنار والرياح والارض. وبيتفاجئ يوجي بان عدد الصلايم ازداد وانهم كلهم عايزين يكونوا اصدقائه. وكمان بيتفاجئ لما يعرف ان اي كتاب بتفتحه الصلايم بتوصل كل معلوماته لدماغه مباشر، وفجاه كلهم بيقدروا يتكلموا وبيهتفوا باسمه. بعدها يوجي بيصحى وبيعرف انه كان في حلم، وبيتكلم الصلايم معاه وبيقول له ان رودس مشى وهو في نص فتره مناوبته. ويوجي بيسالهم هو هرب يعني، ولكن الصلايم بيقول له ما اعتقدش. وكمان الصلايم بيقول له ان ليسا وتينا مختفيين هم كمان، وبنعرف ان تينا وليسا مستخبيين في الغابه علشان هم مش واثقين في رودس، خاصه انه انسان غير مبالي بالاخرين. فموضوع تقسيم فترات المناوبه ده اكيد وراه شر ومؤامره منه. وهنا تينا بتقول لليسا انهم ممكن يحتاجوا مساعده يوجي، ولكن ليسا بتقول لها انهم هيقدروا على رودس لوحدهم. وبنشوف رودس وهو في الغابه وبيحس بوجود حركه، وبيرمي الخنجر بتاعه ناحيه مكان الحركه، وبيكتشف ان مفيش حد، وان الخنجر اصاب صلايم ولكن ما اثرش فيه ابدا. بعدها بيجري رودس في الغابه وبيعدي من افخاخ معموله للتامين، وبيروح ناحيه كوخ في الغابه. وكانت لينا وليسا مستغربين من المكان اللي رايح لرودس. بعدها رودس بيدخل وبيقابل الراجل اللي ظهر في البدايه، وبيقول له رودس انا عندي ليك صيد ثمين، انا معايا بنتين وفتى، وتقدر تسيب الفتى ده لوحده علشان كده كده الوحوش هتاكله. وخلال كلامه مع الراجل بيكون يوجي بيسمع كل حاجه من خلال الصلايم اللي بيتصنت على كلامهم، وبيعرف ان رودس خاين، وان هو ده سر اختفاء الفريق القديم اللي كان رودس فيه. ورودس بيقول للراجل ان غالبا الفتاتين حوالينا دلوقتي، وانهم اكيد هيقعوا في الافخاخ اللي حوالين الكوخ. وهنا الراجل بيحذره وبيقول له لازم يحسم الموضوع قبل ما لون القمر يتغير، وده علشان لو لون القمر اتغير للون الازرق فساعتها هتحصل كارثه كبيره. وهنا مساعد الراجل ده بيستهزأ بيه وبيقول له انت ازاي مصدق الخرافات دي. وساعتها الراجل بيتعصب وبيخنقه وبيقول له ان النبوءات بتقول كده، وان ده حقيقه مفيش كذب فيها. وهنا تينا وليسا بيقولوا لبعض انهم لازم يرجعوا يخططوا ازاي هيتعاملوا مع الموضوع. وفي اللحظه دي بيسمع رودس صوت بره، وبيروح يشوف في ايه، وبيتفاجئوا بوحش غريب اول مره يشوفوه في حياتهم، وبيعرفوا انه وقع في الفخ اللي هم ناصبينه. وساعتها بيقرروا يتراجعوا وانهم ما يواجهوش الوحش ده، وبنعرف بعدها ان ده مجرد الذئب والصلايم. وكان بيتواصل معاهم يوجي عن بعد وبيقول لهم يعملوا ايه. وبيقرر يوجي يستخدم تعويذه التلج وبيجمد الكوخ اللي موجودين فيه. وهنا بيكون القمر خلاص اتحول للون الازرق. ويوجي بيقابل تينا وليسا وبيشوف الراجل واللي اسمه غيليوس، وبيتفاجئ يوجي انهم عارفين اسمه وبيسالهم عنه. وهنا بيقولوا له ان غيليوس ده اشهر قطاع الطرق في الغابه، وانه من ضمن المطلوبين للعداله. وهنا تينا وليسا بيعرفوا ان يوجي عنده قدرات اكتر من مجرد الاستكشاف، وانهم ما كانوش عارفين قيمته الحقيقيه. ولكن تينا وليسا بيقولوا انه ما دام رودس مش معاهم يبقى خلاص مش هيكونوا معاهم حد متخصص في القتال، وانهم بالشكل ده هيرجعوا للمدينه تاني. ولكن يوجي بيقول لهم انه هيقدر يتكفل بالموضوع، وبيتفقوا انهم هيكملوا رحلتهم في البحث عن تنين الارض، وده هيكون بمساعده يوجي والصلايم واللي هيكونوا احسن بديل لرودس. وبتقرر تينا وليسا انهم هيدوروا على مكان مناسب للتخييم. وفي اللحظه دي يوجي بيرمي الصلايم فوق، وساعتها بيعرف انهي احسن مكان للتخييم في ثواني، وبيندهشوا هما الاثنين من قدراته. وكمان بيطلب من الصلايم يشعلوا النار، وبيطلب كمان منهم ينصبوا الخيم، وبيقول للذئب انه هيتناوب معاه فترات المراقبه. وكل ده وسط دهشه من تينا وليسا، وبيشكروا يوجي. وخلال ما كانوا نايمين بيفكر يوجي في كلام غيليوس عن القمر لما لونه يتغير للون الازرق، بان وقتها هتحصل الكارثه. وبيسال نفسه هو ده له علاقه باللي حصل لمدينه فستان، هو قصده ايه تحديدا بكلمه كارثه. وبنرجع تاني ليوجي وهو مع تينا وليسا واللي كانوا مستمرين في البحث عن تنين الارض اللي مطلوب منهم يجمعوا معلومات عنه اكتر، وبيحسوا برياح شديده جايه ناحيتهم. والصلايم بيقول ليوجي ان الرياح دي جايه من اخدود اسمه إيلايت، وان الاساطير بتقول ان الرياح دي مصدرها هو تنين الارض وانفاسه اللي بيصدرها. وبيقرروا انهم هيروحوا لاخدود إيلايت. وبيلاحظ يوجي ان تينا وليسا واقفين فيه والصلايم بتاعته بشكل مبالغ، وبيقولوا ان اي وحش هيشوفه الصلايم هيقدر يقتله في ثواني. ودي حاجه بتفكر يوجي بايام ما كان تحت التدريب قبل ما يبقى مغامر بشكل رسمي، وده لما الاستاذ طلب منهم يحطوا ايدهم على كره من الزجاج. وساعتها اتفاجئ الاستاذ من يوجي وقتها لما كسر الكره بتعويذه سحريه، وكمان لما طلب منه يستعمل تعويذه ضد صخره كبيره ساعتها يوجي استخدم تعويذه النار. وهنا الاستاذ قال له ازاي عملتها بدون ما تتكلم وتقول اسم التعويذه، دي مهاره من مستويات عاليه جدا في السحر واكيد بتستنزف منك طاقه كبيره، فالاحسن انك تقول اسم التعويذه بصوت عالي. ولما جه يوجي يطبق كلامه دمر الصخره بالكامل، واتصدم الاستاذ والطلاب، ورفع يوجي ايده علشان يساله عن حاجه، ولكن بيرجع تاني يوجي للواقع وبيقول للصلايم انه الاحسن تطبقوا تعويذ ضعيف على الوحوش اللي بتشوفوها زي طلقات الصخر وطلقات كرات النار الصغيره. وبيكتشف يوجي انها مفيده جدا واسهل. بعدها
بشويه بيكونوا قربوا خلاص يوصلوا للاخدود، وبيتفاجئ تينا وليسا انهم ما شافوش اي وحش في طريقهم، وبيقول لهم يوجي ان الصلايم قضت عليهم كلهم. وفجاه السما لونها بيتغير وبيتحول لون القمر للون الازرق، وتينا وليسا بيسالوا يوجي على اللي بيشوفوه ده، ولكنه ما كانش عنده اي فكره عن اللي بيحصل. وخلال ده في قريه كيليا بنشوف زعيم القريه اللي اسمه رايارد ومعاه العجوز ستايل، واللي بيكلموا عن اسطوره التنين الازرق واللي هي الكارثه الاكبر، ومش بتحصل الا لما القمر يتحول لونه للون الازرق، وان دي نبوءه قديمه في كتاب الاساطير، وشكلنا كده هنواجه كارثه. وخلال ده بيظهر التنين الازرق وبيشوف الصلايم على بعد كيلومتر منهم، وتينا وليسا بيسالوا يوجي هو ده تنين الارض، ولكن يوجي بيرد عليهم بان ده تنين اكبر من تنين الارض. وهنا تينا وليسا بيقولوا ليوجي يبقى اكيد الوحش ده من فئه الكوارث، والاحسن لينا اننا نرجع القريه، وبيقرروا انهم هيرجعوا من طريق الاخدود علشان هو مؤمن بنسبه كبيره بسبب الرياح الشديده اللي فيه، وده بيخلي الوحوش ما تدخلش الاخدود ده. ولكن برغم كده يوجي بيخلي الصلايم والذئب يكونوا قدامهم علشان يخلصوا على اي وحش في طريقهم، وبيستخدم برضه يوجي التعويذ البسيطه زي الحجاره وكرات النار. ولما بيظهر دب وحشي بيجري ورا الذئب والصلايم، ولكن بيقدر الصلايم انه يتغلب على الدب، وبيوصل الصلايم لنهايه الاخدود، وبيكونوا امنوا كل الطريق للفريق. وتينا وليسا بيشوفوا جثه الوحوش اللي خلص عليها الصلايم، وبتزداد ثقتهم اكتر في الصلايم بتاعه يوجي، ولكن وهم في نص الطريق بيلاقوا الارض بتتشق نصين تحتهم، وبيظهر لهم تنين الارض. بسرعه تينا وليسا بيستخبوا، ويوجي بيواجه التنين بتعويذ بسيطه زي الحجاره وكرات النار، ولكن التنين ما بيتاثرش بحاجه من التعويذ دي، وبيرمي التنين صخره ضخمه على تينا وليسا، ولكن بيقدر يوجي انه يفتتها قبل ما توصل لهم، وبيتحول بعدها التنين لكره ضخمه وبيتجه ناحيه يوجي. ولكن فجاه الرياح القويه بتشتت التنين وبتعمي عينه، ولما شاف يوجي قوه التنين اكبر من اللي كان متخيله، فساعتها استخدم تعويذه النار القويه وفجر المكان كله، وتحول تنين الارض فجاه لهيكل عظمي. وبتتصدم تينا وليسا من قوه يوجي، وبيتوقعوا ان اكيد فجر المعادن اللي تحت الارض، لانهم ما كانوش متوقعين ان يوجي عنده القوه السحريه دي كلها. وبيرجع الفريق للقريه وبيقولوا للسكرتيره انهم انجزوا مهمتهم، وبتقول لهم السكرتيره انه كان مطلوب منكم جمع معلومات عن تنين الارض، فهل انتوا عملتوا كده؟ وهنا بيرد عليها وبيقولوا لها انهم قتلوه، وده بيصدم السكرتيره وبيفرحها انهم انجزوا اكتر من اللي كان مطلوب منهم بمراحل، وكمان قبضوا على رودس والعصابه اللي كانت بتخطط للتآمر ضدهم. وبيوصل الخبر ده لرايارد واللي بيتفاجئ من قوه الفريق ده وبالذات يوجي، وبيحصل الفريق على جائزتهم من الذهب بقيمه 14 مليون علشان اللي عملوه. بعدها بيقول رايارد ليوجي انه عايز يتكلم معاه في موضوع مهم، وبيجيبه يحضر اجتماع مهم جدا مع مسؤولين القريه، وبيتكلم رايارد معاهم عن التنين الازرق، وبيقول لهم انا جبت لكم واحد عنده معلومات اكتر عنه وهو يوجي، وبيطلب منه يرسم شكل التنين من ذاكرته علشان يعرفوا تفاصيل اكتر عنه. وهنا يوجي بيستخدم تعويذه الذاكره التصويريه وبيرسم رسم دقيق للتنين الازرق اللي شافه الصلايم، وساعتها بيندهشوا لما يشوفوا ان الرسمه شبه الصوره اللي في كتاب الاساطير بتاع ستايل، واللي بيقول لهم ان كتاب الاساطير اللي معاه ما فيهوش الا معلومات صغيره عن التنين، زي انه بيظهر وبيكبر تحت السماء اللي لونها غامق. وكمان بتقول الاساطير ان التنين الازرق لما ظهر اخر مره من سنين طويله اباد قاره كامله في خلال 3 ايام بس. وهنا رايردي بيساله عن طريقه القضاء عليه في الاسطوره، لان اكيد في حل للتنين ده، ولكن ستايل بيقول له ان الحل الوحيد هيكون في الشخص اللي عنده قوه سحريه غير محدوده، وده بس هو الشخص اللي هيقدر يقضي عليه. وفجاه السما لونها بيتغير وبيبقى لونها غامق، وهنا الصلايم بيقول ليوجي ان التنين الازرق بقى اكبر، وساعتها بيقول لهم يوجي انه من الواضح فعلا ان كل ما يتغير لون السما للون الغامق فده بيخلي التنين الازرق يبقى اكبر. وهنا المسؤولين بيترعبوا بيقولوا انه كده قدامنا 3 ايام ونموت كلنا، ولكن رايرد بيشجعهم وبيقول لهم انه حتى لو الوحش اللي احنا هنواجهه من فئه الاساطير مش من فئه الكوارث فبرضه لازم نواجه ونقاوم لحد اخر نفس، مش نفضل كده مستنيين الموت لغايه ما يجي لنا. بعدها بيجي وقت الغداء وبتتكلم تينا وليسا مع يوجي وبيقولوا انهم هيشاركوا في مهمه القضاء على التنين الازرق بعد بكره علشان في مكافاه كبيره من الذهب للمشاركين، وبيقولوا انهم هيكونوا معاه وبيكونوا واثقين بنسبه 100% في قدرات يوجي والصلايم. وبالليل ستايل بيقابل يوجي وبيعرفه اكتر بنفسه، وبيقولوا انه الكاهن اللي بعتته القلعه للقريه دي، وبيسلمه خنجر مصنوع من ماده مجهوله، وبيقول له ان محدش في القلعه عارف ازاي يستخدم الخنجر ده. وبيعرف يوجي ان الخنجر ده معتمد على قدرات المحارب السحريه واسمه خنجر كيثس وانه غير قابل للكسر، وبيقول له ستايل ان الخنجر ده ملك ليك دلوقتي واستخدمه في مهمتك ضد التنين الازرق. بعدها بيصلي ستايل هو وابنه يوهان، وفي نص الليل بيقعد يوجي على سريره وبيقعد يفكر في اللي هيحصل بكره، وانه هيروح مع حمله قريه كيليا لمحاربه الوحش الاسطوري ده، وبيبقى خايف وشايل هم الارواح اللي هتسقط في المعركه الكبيره دي. وفجاه بيكلمه الصلايم وبيقول له ان التنين كبر تاني وبقى اقوى بكتير من الاول، وساعتها بيرجع تاني يوجي لذكرياته ايام التدريب لما كان مغامر صغير، لما رفع ايده وسال استاذه حضرتك لما قلت مش معقول كنت تقصد ان التعويذه بتاعتي ضعيفه؟ وهنا الاستاذ بيقول له انا كنت اقصد انها في غايه القوه. وبيرجع يثق تاني يوجي في نفسه بانه يقدر يهزم التنين الازرق، وانطلق في نفس الليله هو والصلايم والذئب علشان يواجهوا التنين بدون ما يدوا القريه اي خبر بده. بيشوفوا التنين وهو طاير وثابت في مكانه وبيستمد طاقته من تغير لون السماء ومن الغابه علشان يزداد قوه وحجم مع الوقت. يوجي بيقول للصلايم خليكم على جنب دلوقتي كلكم الا واحد بس فيكم، وده علشان يساعده في الخطه بتاعته. يوجي بينقل للصلايم تعويذه النار وبيطلقها الصلايم على التنين الازرق، ولكن بدون اي فايده، التنين ما بيتاثرش خالص بالنار. وبيكشف يوجي عن حاله التنين بقوته السحريه، بيعرف ان نقاط ضعفه هي النار مع السحر. وهنا التنين بيطلق على يوجي سهام من اللهب وبيقدر يصدها من خلال تعويذه الدرع المضاد للنار، وبيلاحظ ان التنين بيمتص الطاقه من الغابه علشان حجمه يبقى اكبر واكبر وعشان قوته تبقى اعظم
بتتنظم مع الوقت. وهنا الصلايم بيستغيثوا بيوجي وبيقولوا له هنعمل ايه دلوقتي يا يوجي؟ ساعتها بيلجأ يوجي الخنجر كيثيس اللي اداهوله ستايل وده علشان يدمج تعويذة النار مع الخنجر، وبكده يكون دمج بين قوة النار وقوة الخنجر. وبيقول لهم يوجي يلا بينا ننزل له علشان نقدر نواجهه كويس. وهم نازلين بيضرب التنين عليهم اشعة اللهب، وبيقدر يوجي يصدها بالدرع، وبيرمي الصلايم لفوق وبينقل له تعويذة الدرع علشان يشتت التنين بالصلايم. وبيستخدم تعويذة القفز المعزز علشان يوصل للتنين واللي ارتفاعه كان ساعتها فوق ال 50 متر. بيقدر يوجي يوصل له وبيفعل تعويذة نار الهلاك مع الخنجر، وبيهم بيضرب عين التنين الازرق. بيتوقع ان كده خلاص قضى عليه، ولكن التنين بيضربه بديله ضربة قوية خلته يصطدم بالجبل بكل قوته. ولما بيكشف عن الحالة الصحية بتاعته بيلاقي ان الطاقة السحرية بتاعته واللي اسمها المانتا بقت قيمتها بالسالب، وده معناه ان حالته خطرة جدا دلوقتي، ولو ما قدرش يغلب التنين ده فكده جسمه وقوته هتنهار. وبيصد يوجي نيران التنين بالدرع، وبيفكر في طريقة تانية يهاجم بيها التنين، وبيقرر يستخدم تعويذة للتجميد، وبيصعقه بالكهرباء علشان يفضل متخدر في مكانه لمدة من الوقت. وبيأمر الذئب انه يوديه للتنين، ولما بيوصل بيفعل نار الهلاك مع الخنجر مرة تانية، ولكن المرة دي بيقطع رقبة التنين وبتنفجر القوة السحرية في التنين وبيختفي، وبيرجع لون السماء مرة تانية للونها الطبيعي. وكل الصلايم بيكونوا فرحانين من الانتصار العظيم ده اخيرا، وبيرجعوا لمدينة كيليا مرة تانية. ولكن بتشوف ان في فطر احمر وفطر ازرق بدأ يظهر في مكان دم التنين. وفي الصبح رايرد بيخبط على يوجي وبيصحيه. رايرد بيقول له معلش ان صحيتك بدري كده، انا حبيت اقول لك ان السماء لونها رجع لطبيعته، وان ستايل قال انه كده التنين تم القضاء عليه بمساعدة مقاتل. يوجي بيسأله وهو عامل نفسه مش فاهم، معقول؟ طيب وفين ستايل دلوقتي؟ رايرد بيقول له هو مشى خلاص من القرية لانه ادى المهمة بتاعته. يا يوجي احنا هنا بنشتغل لمصلحة الكل، وكلنا لازم نثق في بعضنا، وانت تقدر تعتمد علينا وعلى قوتنا. يعني لما تحب تحارب التنين كان ممكن تطلب مساعدتنا بدل ما تحارب لوحدك. يوجي بيقول له انت بتقول ايه؟ مش فاهم قصدك. وبيسيبوا رايرد وبيمشي. وفي الفطار بياكل يوجي مع تينا وليسا، واللي بيقولوا ليوجي للاسف يا يوجي الحمله اللي دعاناك تنضم فيها معانا اتلغت علشان التنين خلاص اختفى، بس لحسن الحظ اننا تطوعنا وده هيتسجل في حسابنا وفي التقييم بتاعنا كمغامرين. المهم دلوقتي يا يوجي انت ناوي على ايه وايه خطتك اللي جايه؟ يوجي بيقول لهم والله انا بفكر انتقل واروح لمدينه تانية. وتينا وليسا بيقولوا دي حاجه وحشه وهتزعلنا كده، ولكن دي للاسف حياه المغامرين كلها ترحال. ويوجي بيسالهم وبيقول لهم في مكان ترشحوا لي ان اروح له؟ فبيقولوا له ممكن تروح مدينه ريكاردو، دي فيها كل حاجه ممكن تتمناها، وحتى الاكل هناك طعمه جميل جدا، وهي مدينه هترتاح فيها وجوها دافي. ويوجي بيقول لهم والمدينه دي فيها حاجه غريبه زي تغير لون السماء وظهور تنين اسطوري ولا مدينه عاديه؟ بيضحكوا تينا وليسا وبيقولوا دي حاجه ما بتحصلش كل يوم، ولو كيليا كان بيحصل فيها كده دايما لكنا كلنا متنا من بدري. وبيمشي يوجي وبتودعوا تينا وليسا، وبنشوف ان يوجي ساب معاهم صلايم متخفي بدون ما يعرفوا، وبيتمشى يوجي مع الذئب والصلايم وكانوا في طريقهم لمدينه ريكاردو. الصلايم بيقولوا احنا متحمسين جدا للاكل في مدينه ريكاردو، ويوجي بيتكلم بينه وبين نفسه بان المره دي مش هيسمح للناس انهم يشوفوا الصلايم بتاعتي وهي بتقاتل. وفجاه واحد من الصلايم بيقول له في حاجه ضروريه يا يوجي لازم تشوفها دلوقتي. وبتطلع واحده اسمها ديريارد، يوجي انقذها وساعدها زمان، وهي بتقول له تعالى بسرعه للمكان اللي انت قتلت فيه التنين، المكان دلوقتي بقى موطن للفطر الاحمر والفطر الازرق، انا عايزاك دلوقتي تساعدني في جمع الفطر ده علشان مش هقدر اجمعه كله لوحدي. يوجي بيقول لها مفيش مشكله، بس ممكن اعرف هتعملي ايه بالفطر ده كله؟ ديريارد بتقول له الفطر ده اقدر اعمل بيه جرعات طبيه وسحريه، يعني مثلا الفطر الاحمر ده اقدر اعمل بيه جرعات الحكيم، والفطر الازرق ده اقدر اعمل بيه جرعات لزياده المانتا واللي هي عباره عن الطاقه السحريه واللي بتقدر ترجع الطاقه بتاعتك بعد ما تستخدم قوتك السحريه. يوجي بيندهش من كلامها لانه فعلا محتاج جدا الجرعات دي علشان الطاقه بتاعته قلت خالص بعد مواجهه التنين، وبيقول لها انا هساعدك بس ممكن تديني شويه جرعات من اللي بتعمليها. وبتوافق داريارد وبيطلب يوجي من الصلايم انهم يجمعوا كل الفطر، وبيقدروا يجمعوه كله في ثواني. وبتحضر داريارد الجرعه بتاعت المانتا، ولكن بتتفاجئ ان لونها مش ازرق وده علشان الميه مش نقيه. فيوجي بيقول لها مفيش مشكله، ممكن نعمل تقطير للميه عن طريق تسخينها وجمع الميه النقيه بعد ما تتبخر وتتكثف، وبكده يبقى عندنا ميه نقيه، ولكن ده هياخد شويه وقت. خلال ده داريارد بتقول له الجرعه دي شبه لون الاحجار السحريه، بالمناسبه فاكر لما اتقابلنا اول مره؟ وده لما يوجي شافها وهي مغمى عليها بعد ما فقدت المانتا بتاعتها، وبيديها جزء من الطاقه بتاعته وبترجع للحياه مره تانية، وبتشكره على انقاذ حياتها، وبتقول له في واحد استعمل ضد حجر سحري واللي بيه سحب كل المانتا بتاعتي واستنزفها. ويوجي بيستعمل تعويذه تبديد اللعنه ضد الحجر السحري ده، وساعتها بتظهر اشباح وشياطين محبوسه جوه الحجر، وبيستخدم يوجي تعويذه تانية مضاده للسحر وبيقدر يدمر الوحوش دي مع الحجر السحري. وبتشكره داريارد على مساعدته ليها، وبتقول له انا مدينه ليك بحياتي. وبيسالها يوجي ليه برايك لون الجرعه دي بتشبه لون الحجر السحري اللي فيه اللعنه؟ فداريارد بتقول له اعتقد ان ده علشان الاحجار السحريه بتتصنع اصلا من بركه التنين واللي بيبقى فيها قوه كبيره وبيتم استخلاصها من الاماكن اللي بيموت فيها التنانين، ومن وقتها بتخلي الفطر الاحمر والازرق ينمو في الاماكن دي. بركه التنين مش حاجه حلوه ولا وحشه، ولكن لو وقعت في الايد الغلط ممكن تدمر غابات كامله. وهنا الصلايم بيقولوا ليوجي ان عمليه تنقيه المياه خلصت، واخيرا داريارد بتقدر تعمل الجرعات ليوجي، وبتقول له دي جرعات الحكيم وجرعات المانتا اللي وعدتك بيها، انا هرجع دلوقتي لغابه درايا. وبيسلموا على بعض وبيفترقوا. بيكمل يوجي طريقه لمدينه ريكاردو، ولكن بيظهر ضباب في الجو بيخليهم مش قادرين يشوفوا اي حاجه. وبيفعل يوجي الخريطه وبيقول للذئب والصلايم هنوصل لريكاردو لو كملنا المشي في الطريق ده. وهنا الذئب بيقول له انا شامم ريحه بشر قريبين من هنا. وبعد كام
كام خطوه بيلاقوا نفسهم في قريه صغيره. الذئب والصلايم بيسالوا يوجي هي دي مدينه ريكاردو؟ يوجي بيقول لهم لا، لسه ريكاردو بعيد عن هنا. وبيدخلوا القريه وبيتفاجئوا لما بيلاقوا كل سكانها باصين عليهم مبتسمين ابتسامه غريبه كلهم بلا استثناء. وبيسال الصلايم يوجي ليه كلهم مبتسمين كده، في حاجه غريبه. بيقابلوا زعيم القريه واللي بيقول ليوجي اهلا بيك، محتاج مساعده نقدر نقدمها لك في طريق سفرك؟ ما ينفعش خالص تسافر في الجو الضبابي ده، ايه رايك تقضي الليله دي عندنا والصبح تكمل طريقك؟ ويوجي بيقول له لا شكرا هكمل طريقي. وساعتها الراجل بيقول له طب تعالى اتفضل اتعشى معانا وكمل طريقك. بيقول له اتفضل كل خد راحتك. فيوجي بيقول له انا اسف مش جعان والله. فبيقول له الراجل ده ولا يهمك، لو تسمح لي اسالك ممكن تقول لي ايه اللي خلاك تيجي القريه معزوله زي القريه بتاعتنا؟ يوجي بيقول له انا كنت رايح لمدينه ريكاردو ولكن تهت في الطريق بسبب الضباب. وخلال كلامهم بيلاحظ يوجي ان سكان القريه واقفين على الشباك وبيبصوا عليه، وبيعتذر الراجل بالنيابه عنهم وبيقول ما تاخذهمش اصل هم نادرا ما بيشوفوا حد غريب عن القريه. وبيقوم يوجي وبيقول له انا هرجع اكمل طريقي، ممكن تقول لي اسم القريه دي؟ بيقول له انت في قريه المسيح. ولما بيطلعوا بيكملوا طريقهم الصلايم بيقول ليوجي ان القريه دي اكلها وحش قوي وقليل، محدش ممكن يشبع من الاكل ده خالص. وابتسامه كل سكان القريه ليهم كانت حاجه غريبه جدا. يوجي بيقول لهم فعلا في حاجه غريبه في القريه دي بس مش مهم خلينا نكمل طريقنا. وبنرجع للراجل الغامض ده وهو بيتكلم مع حد عن طريق كره سحريه وبيقول له ما تقلقش من حاجه، ده مجرد مغامر تاه في طريقه ودخل قريتنا بالغلط، هو مجرد مروض يعني مفيش قلق منه. وما تقلقش احنا مستعدين لكل حاجه، بكره هنحصد بركه التنين من غابه ديلايت وهنطهر العالم ده اخيرا. وبنرجع ليوجي وهو بيقول للذئب والصلايم هنعدي التل ده وهنوصل اخيرا لمدينه ريكاردو. وبيتحمس الصلايم واللي كانوا ميتين من الجوع وبيتمنوا ان يكون الاكل هناك لذيذ، ويا سلام لو في بستان كبير ممكن نستريح فيه. وبيتصدموا كلهم لما بيلاقوا ان المدينه متغطيه كلها بالتلج ومفيش اي حاجه ظاهره منها. وبسبب البرد الشديد يوجي بيستخدم تعويذه للعزل علشان جسمه يبقى متدفي. ولما بيوصل لبوابه المدينه الحراس بيرحبوا بيه، وبنعرف من الحراس ان المدينه بقالها 10 ايام وهي متغطيه بالتلج وان الظروف دي اول مره تحصل للمدينه. وبيسالوه الحراس ايه اللي جابكم هنا؟ بيرد عليه يوجي انا سمعت ان الاكل عندكم حاجه تانية. وبيدخل يوجي للمدينه وبيفتكر كلام الحارس لما قال له انت جيت للمكان الصح، لازم تروح مطعم لها بالنمر. وهو بيتمشى في المدينه بيلاحظ ان مفيش حد بره خالص وان كل الشبابيك مقفوله ومفيش اثر لاي حد، وبيلاقي اخيرا مطعم لها بالنمر. ولما بيدخل بيتفاجئ لما بتقول له مساعده الشيف للاسف احنا قافلين النهارده. بيقول لها يوجي طيب هتفتحوا بكره الساعه كام؟ وبترد عليه للاسف احنا دايما قافلين علشان الاكل محتاج حطب واللي كل سكان المدينه محتاجينه جدا علشان التدفئه، واضطرينا ندي الحطب بتاعنا ليهم. وخلال كلامها بيلاحظ يوجي ان المطعم ده واضح عليه انه مطعم كويس واكله حلو وانه لازم يعمل اي حاجه علشان ياكل منه. ويوجي بيقول لها يعني انت عايزه حطب علشان تقدري تعملي الاكل مش كده؟ وهي بتقول له ايوه ولكن حتى لو جربت تقطع الشجر دلوقتي فده ملهوش لازمه لان الحطب اللي لسه مقطوع ما ينفعش استخدمه في الطبخ لان مستوى الرطوبه فيه بيبقى عالي. بيقول لها يوجي طيب هشوف انا اقدر اعمل ايه. وبيخرج يوجي وبيسال الصلايم عن اي نوع من الشجر ينفع اننا نستخدمه في الطبخ ولكن محدش فيهم عارف. فبيستخدم تعويذه تجيب له فأس سحري واللي بيه بيقطع صف كامل من الشجر، وكمان بيقدر انه يقطع الشجر بسرعه بحيث يخليه على نفس المقاس بتاع الحطب العادي. وبيستخدم تعويذه لامتصاص الرطوبه من الحطب علشان يقدر الصلايم انهم يخلوا الخشب ده ينفع للطبخ. وبيرجع يوجي مره تانية للمطعم وبيدي عينه من الحطب لمساعده الشيف واللي بتقول له الحطب ده باين عليه انه كويس ولكن هوريه للشيف وهو هيقرر اذا كان ينفع نطبخ به ولا لا. ولما الشيف بيشوف الحطب بيقول ليوجي الحطب ده جاف جدا وما اقدرش نطبخ حاجه كويسه بيه، لازم تكون فيه نسبه رطوبه ولو بسيطه في الخشب علشان يكون الحطب مثالي. وساعتها يوجي بيستخدم الصلايم علشان يزود نسبه الرطوبه في الحطب. وهنا بيتصدم الشيف لما بيلاقي قدامه احسن قطعه حطب ممكن يستخدمها للطبخ وبيقول لهم يلا دلوقتي نشغل الفرن. وبيطلب يوجي من الصلايم انهم يخلوا كل الحطب اللي جمعوه زي اخر حتت حطب بالظبط وبنفس نسبه الرطوبه. وبينبهر الشيف من قدره الصلايم وبيوعده انه يحضر له حاجه حلوه. بعدها بتيجي اللحظه اللي اخيرا الاكل فيها جهز، ولما بيدوق يوجي بيحس انه اول مره ياكل حاجه طعمها حلو زي كده وبيخلص الاكل في ثواني. وبيقول للشيف انا عايز اكل نفس الاكله دي كل يوم. والشيف بيصدمه وبيقول له في الحقيقه ان ده مش احسن حاجه اقدر اعملها، انت لسه ما دقتش احلى اكله بعملها. فبيقول له يوجي خلاص بكره هاكل احسن اكله انت بتعملها. ولكن ساعتها مساعده الشيف بتقول له بس احنا ما نقدرش نستعمل كل الحطب ده علشان الطبخ بس لان سكان المدينه اكيد هيحتاجوا الحطب علشان يتدفوا بيه. وساعتها بيوعدهم يوجي انه هيقدر يوفر خشب تاني لسكان المدينه. وبيروح يوجي لنقابه المغامرين بتاعه المدينه واللي كان كل المطلوب فيها هو الحطب وبس بدون وحوش مطلوب قتلها ولا اي حاجه، كل اللي مطلوب من المغامرين هو جمع الحطب وبس. وبيطلب يوجي من الموظفه انها تسجل اسمه كجامع للحطب وبتقول له الموظفه على تفاصيل الحطب اللي المدينه بتحتاجه وبتقول له يروح للمشرف على جمع الخشب واللي بيكون اسمه واتكا علشان يقول له هيشتغل ازاي. ولما بيروح ليوجي واتكا بيقول له احنا للاسف عندنا عجز كبير في امدادات الخشب للمدينه عشانها بتحتاج 5 طن خشب كل يوم واحنا ما نقدرش ننتج الكميه دي يوميا، احنا للاسف ما كناش مستعدين خالص لموجه البرد دي وفي قرى جنبنا عرضت المساعده ولكن برضه انتاجهم من الخشب ما يكفيش المدينه
بتاعتنا ابدا. وساعتها بيسالوا يوجي عن قريه المسيح اللي عدى عليها وهو في طريقه لهنا، وهل عرضت المساعده عليكم قريه المسيح؟ وبيرد عليه واتكا القريه دي مهجوره من زمان، ازاي هيعرضوا علينا المساعده؟ وبيقول له واتكا المهم خلينا نكمل شغل، ابدا وشوف هتقدر تعمل ايه، وما تتعبش نفسك قوي لان باين عليك انك ما عندكش قوه كفايه لقطع الاشجار. بعدها يوجي بيستعمل الفاس السحري بتاعه وبيقطع صف كامل من الشجر مره واحده، وبيتصدم كل الجنود من اللي بيشوفوه. وساعتها يوجي بيسال واتكا عن حجم الحطب اللي عايزه بالظبط، واللي ساعتها المفروض بيقطع الخشب لانصاف وانصاف بحيث يكون طولها 40 سم، والاجزاء الكبيره من الشجره المفروض تتقسم 4 اجزاء. وبيتصدم واتكا من سرعه يوجي في جمع الحطب وتنظيمه، وكمان بينبهر لما بيشوف الصلايم وهي بتسحب الرطوبه من الخشب علشان يبقى جاهز للاستخدام وتبقى كفاءته عاليه. وبيرجع واتكا بدري لنقابه المغامرين، وبتنبهر الموظفه بالشغل اللي عمله النهارده، وبيقول لها واتكا ده مش الشغل بتاعي، ده بفضل ضيف جديد للمدينه اسمه يوجي وعنده قدرات مش طبيعيه، وبيقدر يوجي ينتج كميه من الحطب تكفي المدينه لمده 3 ايام كاملين. وبتستغرب الموظفه لما بتشوف الصلايم وهو بيطلع الخشب من جواه، وبتقول الموظفه ليوجي انا سمعت عن اسطوره بتحكي عن وحش ضخم كان بيستخدم وحوش صغيره علشان يقدر ينقل بيها اي حاجه زي الصلايم اللي معاك دي. وساعتها بيجي في بال يوجي ستايل والاساطير اللي عارفها، وبيتوقع انه اكيد يعرف عن الاسطوره دي. وبتسال الموظفه واتكا هو انت قدرت تجمع خشب قد ايه؟ يا ريت تكون جمعت خشب يكفي اليوم ده كله ولو نص سكان المدينه. بيرد يوجي عليهم وبيقول لهم انا جمعت اللي يكفي المدينه كلها ولمده 3 ايام. وبيتصدموا هما الاثنين من كلام يوجي، وبيطلب منهم يوجي انه يشتغل تاني ويجيب خشب اكتر للمدينه. وبالفعل بيقدر يوجي يجمع خشب اكتر واكتر، وبيستلم فلوس مقابل خدمته للمدينه من نقابه المغامرين. واخيرا بينام يوجي والذئب والصلايم بعد تعب يوم كامل بدون راحه. وفي اليوم اللي بعده بيكون يوجي هو والذئب مع الصلايم في المطعم، وبيقدم له الشيف وجبه جديده، وبيقدم للذئب وللصلايم شرايح من اللحمه والخضار، وبيتحمس الصلايم والذئب للاكل. وبيقول الشيف انا سمعت انك قدمت لينا خدمه كبيره جدا بانك ساعدت المدينه في جمع الخشب. وبيبدا يوجي يدوق اكله الشيف وبيوصل لنشوه اللذه من جمال الاكل، وبيعتبر ان الوجبه دي هي احلى اكله كلها في حياته. وبيشكرهم يوجي على الوجبه دي وبيطلب منهم طبق تاني. وبيتفاجئ من كلام الشيف مره تانيه لما بيقول له ما تتسرعش، دي برده مش احسن اكله بعرف اعملها، وده لان في حقل من الاعشاب اللي بحتاجها للوصفات عندي، والحقل ده اتملى وحوش وما بقدرش اعمل الوصفات اللي عايزها لان ما بقدرش اوصل للحقل ده بسبب الوحوش اللي فيه. وبيقوم يوجي من مكانه علشان يقتل الوحوش اللي مسببه مشاكل للشيف. ولما يوجي بيوصل لحقل الاعشاب بيقسم الصلايم لفرقتين علشان يواجهوا الوحوش اللي حوالين الحقل ويقتلوهم. وبيلاقي الصلايم اول وحش في طريقهم، وبيطلبوا من يوجي انه يبعت لهم تعويذه يقدروا يواجهوا بيها الوحش. وبيفعل يوجي تعويذه كره النار وبيضربها الصلايم وبيقتل الوحش. وبيستمر الصلايم في البحث عن الوحوش في الغابه وبيقتلوهم واحد ورا الثاني لغايه ما الصلايم بيقول له احنا قتلنا حوالي 50 وحش وغالبا ما فيش وحوش تاني نقتلها، ولكن بص كده احنا لقينا حاجه غريبه. وبيروح يوجي يشوف الحاجه دي هو وداريارد، وبتطلع عباره عن كره سحريه لونها ازرق. وداريارد بتقول له شكل الكره دي ليها علاقه بدم التنين، ودي شبه الاحجار السحريه الملعونه واللي بتمتص السحر والمنتى من اي مكان تكون فيه، وهو ده اللي سبب اكيد في موجه البرد اللي حلت على المدينه، وده عشان الكور اللي شبه الكره دي واللي بتمتص السحر والطاقه من المكان اللي بتكون فيه، ولو الطاقه قلت من مكان يبقى لازم يحل عليها البرد. وعلى العكس لو المكان فيه نسبه سحر وطاقه كبيره فهو اكيد هيكون مكان دافي او سخن زي البراكين. ويوجي بيسالها طيب الكره السحريه دي بتتعمل ازاي؟ وهي بتكون موجوده كده لوحدها ولا بفعل فاعل؟ وداريارد بتقول له اكيد في حد عمل كده. وبيعمل يوجي تعويذه لتطهير الكره من اللعنه اللي فيها، وبيقدر يبطل القوه اللي جواها، وبيطلب من الصلايم انهم يدوروا على كرات شبه الكره دي. وبيقدر يعرف ان في 108 كوره في الغابه اللي حوالين المدينه، وانهم مرصوصين بطريقه معينه بحيث ان المركز اكيد هيكون فيه الحل للمشكله دي. ولما بيوصل للمركز بيلاحظ ان مفيش حاجه يقدر يستخدمها لحل اللعنه، وبيقول لهم ان اكيد في تمويه وتضليل من اللي حط الكرات الملعونه في الغابه، وده عشان التلج فوق العشب بشكل غريب كانه مقصود، وكمان عشان اماكن الشجر محطوطه بشكل مضلل، وكأن الغابه دي اتعمل لها اعاده بناء علشان مؤامره كبيره. وساعتها بيستخدم تعويذه النار باقوى ما يمكن علشان يحفر المكان لعمق كبير. وساعتها بيكتشف ان في مدخل كان مخفي تحت الارض، وبيقول لهم يوجي يلا بينا نعرف جواه ايه المدخل ده. وبيقول الصلايم واضح ان يوجي متحمس قوي. بيرد يوجي انا عايز انقذ المدينه دي لسبب واحد بس، علشان الاكل بتاعهم حلو. ولما بينزلوا بيطلب يوجي من الصلايم انهم ينتشروا في المكان ويبحثوا عن اي حاجه ممكن تفيدهم في فك اللعنه عن مدينه ريكاردو. وبيقول يوجي لداريارد انها ترجع للغابه وهو هيكمل البحث هنا. وبيبدا يوجي يستكشف المكان ده وبيشوف مولدات طاقه كبيره ومعدات تكنولوجيه متطوره، وبيكتشف ان المولدات بتاخد الطاقه من الاحجار السحريه وبتستغلها علشان تنشر اللعنه في المدينه. وفجاه بيشوف 2 من العمال في المكان ده وهم مصدومين بسبب توقف الاجهزه المفاجئ، وده بسبب الضربه اللي تعرض لها المكان، وبيتوقعوا ان النيزك هو السبب. وبيقولوا لبعض انهم لازم يبلغوا السيد خفير باسرع وقت. وبيجي في بال يوجي ان اكيد خفير هو المشرف على الاحجار السحريه دي، وبيكلف يوجي الصلايم بانهم يتعقبوا الاثنين دول وهو هيتابع معاهم من فوق هو والذئب. وبيكون في تواصل بين يوجي والصلايم، واللي بيقولوا له ان الشخصين دول عدوا من باب وقفلوه، ولكن بيقدروا يدخلوا من الباب وهو مقفول، وده بعد ما انكمشت اجسامهم وعدوا من الفراغ اللي بين الباب والحيطه. ولكن بعد ما الصلايم بيعدي بيتفاجئوا ببوابه مقفوله وفي مقبض على الجنب اليمين
اليمين والشمال من البوابه، وبيقول لهم يوجي ان 2 منهم يفتحوا المقبضين في نفس الوقت علشان البوابه تفتح. وفعلا خطه يوجي بتنفع، والذئب بيقول ليوجي ان احنا دلوقتي في نفس المستوى مع الصلايم حسب الخريطه، ولكن الصلايم بيواجه مشكله كمان في ان في طريق مسدود قدامهم ومفيش غير سلم هيوديهم لسطح المكان، وبيساعدوا على السلم. وخلال ده بيشوف يوجي قدامه ان الطريق خلص وانه داخل على الحافه، وفي اللحظه دي بيكون الصلايم خرج من المكان ولقى نفسه في قريه المسيح، واللي هي القريه اللي كان كل سكانها مبتسمين بشكل غريب لما دخلوها اول مره وهم في طريقهم لمدينه ريكاردو. وكمان يوجي بيشوف قدامه القريه وبيتاكد ان القريه دي مش طبيعيه زي ما كان متوقع، وبيتخفى الصلايم وبيراقبوا الاثنين دول وهم بيتكلموا مع خفير، وبيقولوا ان الاجهزه عطلت بسبب نيزك ضرب المعمل. وبيكون يوجي شايف المشهد اللي بيشوف الصلايم، وبيعرف ان الناس دي تبع جماعه اسمها جماعه القمر الازرق، واللي عندهم تصور ان العالم كله ماشي غلط ولازم كله يتم تطهيره وقتله علشان العالم يبقى ماشي صح. وبيعرف يوجي ان الجماعه دول بيتخذوا القريه المهجوره دي كملجأ ليهم ومركز للعمليات بتاعتهم، وانهم طبعا اللي صنعوا كل الالات اللي تحت دي علشان يستغلوا الاحجار السحريه في نشر اللعنه على مدينه ريكاردو واصابتها بالموجه البارده. ولما بيعرف خفير المشكله بيجمع كل العصابه اللي معاه وبيقول لهم ان في نيزك ضرب المكان اللي عاملينه تحت الارض، وبيأمر كل الافراد بانهم ينتشروا في الغابه ويجمعوا الخامات السحريه اللي عددها 108 لانها املهم الوحيد في انهم يرجعوا المعدات للشغل مره ثانيه، وده عن طريق استعمالها كاحجار سحريه يستغلوها في نشر اللعنه للمدن اللي حواليهم. وساعتها العصابه بيسالوه ولو في حد شافنا واحنا في الغابه هنعمل معاه ايه؟ كده هتتكشف خطتنا. وبيرد عليه خفير اي حد يشوفكم في الغابه اقتلوه فورا. ولما بيسمع يوجي كلام خفير بيؤمر الصلايم انهم ينتشروا في الغابه ويقبضوا على اي حد يشوفوه من العصابه دي، وكمان بيطلب من 2 من الصلايم انهم يراقبوا جماعه القمر الازرق اللي قاعدين لسه في القريه علشان يعرف هم ناويين يعملوا ايه. فبيشوف الصلايم ان مفيش غير 5 بس من العصابه موجودين لسه في القريه، وبيخططوا انهم هياخدوا الخامات السحريه وهيسيبوا القريه دي ويروحوا لمكان تاني. وكمان كان لسه في صلايم تحت الارض وبيكونوا في مكتبه اضاءتها غريبه، وبيطلب منهم يوجي انهم يجمعوا كل الكتب والوثائق اللي قدامهم. وعلى الناحيه الثانيه بيقبض الصلايم على اي حد من افراد العصابه جوه الغابه، واللي لما بيتقبض عليهم بينتحروا بالسم اللي كانوا مجهزينه جوه اسنانهم في حاله لو حد عرف الخطه بتاعتهم. وبيقول يوجي للصلايم انهم يقبضوا عليهم كلهم علشان ينقذوا الابرياء منهم. وفي الوقت ده بيواجه الصلايم اللي تحت الارض مشكله لان في بوابه مش قادرين يعدوا منها ابدا، وبيفكر يوجي بان فتح البوابه دي اكيد هيكون له علاقه بالشموع المتوصله بيه، وبيقول لهم يتوزعوا على ال5 شموع ويطفوهم مره واحده. وفعلا البوابه بتفتح وبيتصدموا لما بيشوفوا كنز من الذهب والمجوهرات اللي جمعتها عصابه القمر الازرق. وفي اللحظه دي بيقول الصلايم ليوجي ان في حد جاي دلوقتي، وخلال ثواني بيدخل الشخص ده وبيلاقي البوابه مفتوحه ومفيش اي حاجه جواها، وبكده ثروتهم كلها اتسرقت. وبعدها بيبلغ بسرعه خفير باللي شافه، وساعتها بيتاكد ان كل ده من فعل فاعل وان مفيش نيزك ولا حاجه ضرب المكان. وكمان بيتضايق لان كل الوثائق والاسرار بتاعتهم اتسرقت وكل ثروتهم اللي جمعوها ضاعت في لمح البصر. وبيسالوه طيب لو هو بالقوه دي ليه ما قتلناش لغايه دلوقتي؟ بيقول لهم خفير اكيد الشخص ده عارف سلاحنا الاقوى لهيب التطهير واللي هيتم تفعيله في حاله واحده بس، وهي لما كل سكان القريه دي يموتوا، وعلشان كده هو ما قتلناش لغايه دلوقتي. وساعتها بيبقى يوجي بيسمع كل الكلام ده ومش عارف هم بيتكلموا عن ايه اساسا. بيقول لهم خفير خلاص مفيش حل تاني الا سلاحنا الوحيد ضد العدو ده، وانتوا عارفين الحل ده ايه كويس. وبيطلعوا كل اسلحتهم وبينتحروا، وبكده قنبله لهيب التطهير تم تفعيلها علشان خلاص القريه ما بقاش فيها حد على قيد الحياه من سكانها. ويوجي فورا بيؤمر الصلايم انهم يتراجعوا وبيعمل تعويذه تحميهم وتخرجهم بسرعه بره القريه، وكمان بيفعل تعويذه مضاده للسحر مع تعويذه الدرع في نفس الوقت وبيحوط بيها القريه. وفجاه الارض بتنشق نصين وبيخرج منها لهيب التطهير، ويوجي ما بيبقاش عارف مدى قوته ايه بالظبط، ولكنه معتمد على ان دفاعاته هتقدر تسيطر على قوه الانفجار بتاعه اللهيب ده، ولكن بيكتشف ان دفاعه اضعف بكتير من انه يقاوم اللهيب، وبيبدا الدرع اللي عامله يوجي يتفتت ويتكسر حته حته، وبتخرج اشعه من اللهب بره الدرع، وكان الانفجار شويه وهيتغلب على درع يوجي. وبيترعب الصلايم من المنظر وبيقولوا ان النار السوداء دي هتقضي علينا. وهنا يوجي بتخطر على باله فكره بانه يواجه النار دي بالجليد وبتعويذه تبديد اللعنه في نفس الوقت، وبيشكل بيهم مصفوفه متحده تحاصر الانفجار وتقضي عليه. وخلال ده كانت المنتة بتاعته بتنهار اكتر واكتر، وده علشان بيستنزف قوته كلها في مقاومه اللهيب. وبيستمر يوجي في تطبيق السحر لمحاصره اللهب، وقوته السحريه بتضعف مع الوقت، وبيقدر اخيرا انه يحتوي لهيب التطهير ويحمي مدينه ريكاردو واللي حواليها من الدمار. وبيستغرب يوجي ازاي فضل صامت كل ده ضد اللهيب برغم ان المنتة بتاعته كانت بالسالب. ووقتها بيخرج الذئب من تحت الارض، وده بعد ما كان مستخبي وخايف من اللهب، وبيضحك الصلايم عليه وبيقول له يوجي انت كنت هتتحرم من اكل الشيف النهارده. واخيرا بيرجع يوجي وبيستقبلوه سكان المدينه وبيطمنوا عليه، وده بسبب الانفجارين اللي سمعوا بيهم النهارده. وبيسالوه كنت فين اليوم ده؟ معقول كنت بتقتل الوحوش في حقل الاعشاب كل الوقت ده؟ ويوجي طبعا بيبقى عارف ان قصدهم على الانفجار اللي عمله بنار الهلاك على المعمل اللي تحت الارض، وقصدهم على الانفجار لهيب التطهير اللي هو لسه مدمره من شويه، واكيد ما بيقولهمش ان هو اللي عمل كل ده. وبيقول السكان انهم بيتوقعوا ان الانفجارات دي كانت بسبب النيازك، وان دلوقتي التلج بيبدا يدوب اخيرا، وشكل كده النيازك هي السبب في ذوبان التلج. وفي الصبح بترجع المدينه اخيرا زي ما كانت، وبيشم يوجي اخيرا نفسه وبيرجع احساس الدفء اللي كان مفتقده من ساعه ما وصل المدينه. وبيعزموا 2 من السكان على حفله رجوع المدينه زي ما كانت، وبيحضر يوجي كضيف شرف، وده بسبب مساعداته الكبيره لاهل المدينه بانه قدر يوفر لهم الحطب علشان يتدفوا بيه وقت اللازمه. وبتشكره مساعده الطباخ على اللي عمله في الحقل اللي كان مليان وحوش وهو اتخلص منهم.
وبتقول له انهم جمعوا كل الاعشاب اللي محتاجينها علشان يحضروا احسن طبق بيعمله الشيف، واللي بيقول له اخيرا جه وقت انك تدوق احسن اكله بعملها. وبياكل يوجي اول معلقه وبيحس بشعور اول مره يحس بيه، لان دي فعلا احسن حاجه اكلها في حياته. وبيستغربوا كلهم لما بيشوفوا يوجي وهو مغمى عليه وهو مبتسم وسعيد في نفس الوقت. وبعدها بيصحى يوجي وبيقول لنفسه انا لازم اعرف محتويات الوثائق اللي كانت موجوده في مكتبه جماعه القمر الازرق، وبيطلب من السلايم انهم يطلعوا كل الكتب والوثائق. وبيتصدم لما بيلاقي ان الحبر بيختفي بمجرد ما يبص على الوثائق، وبيعرف انه معمول عليها سحر يمنع اي حد انه يطلع عليها. ولكن بيلاقي ان في وثيقه واحده بس منهم حبرها مش بيختفي وفيها اسماء الشخصيات اللي مطلوب يتم اغتيالها. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف 2 من افراد العصابه بعد ما قتلوا عدد من الناس جوه حصن. وبنرجع تاني للورقه اللي مع يوجي واللي كان فيها اخر اسم مطلوب اغتياله وهو اسمه. وفي الوقت ده كان بيراقبوا 2 من فريق عصابه القمر الازرق، وكانوا بيتكلموا مع بعض اذا كانوا هيقتلوه ولا لا. وبنعرف انه على قائمه المرشحين للاغتيال ولسه هيشوفوا اذا كان يستحق انه يقتلوه ولا لا على حسب نسبه تهديده للعصابه. وبنشوف يوجي مع السلايم والذئب بعد ما سابوا مدينه ريكاردو، وبيزعل السلايم والذئب علشان مشوا من المدينه وبيشتاقوا الاكل اللي كانوا بيقدموا ليهم الشيف. وبيرجع يوجي بفلاش باك للوقت اللي قرر فيه انه يمشي من المدينه، وبيسلم اوراقه لسكرتيره نقابه المحاربين وبيقول لها انه هيمشي، وبيسالها عن مكان كويس يتجه ليه. فبتقول له ممكن تروح لمدينه بوغينيا واللي هي مشهوره بصناعه الدروع المضاده للوحوش، وهي انسب مكان لمروضين الوحوش اللي زيك، وفيها ورشه الحداد جايغل واللي هو احسن حداد بيصنع الدروع، وهتفيدك جدا انت والسلايم وهتقدروا تحصنوا نفسكم بالدروع اللي بيصنعها. وبتدي له السكرتيره عنوان مدينه بوغينيا وبتوصف له ورشه جايغل. وبيرجع يوجي للواقع وبيقول لهم اتمنى زيكم ان الاكل يكون حلو في مدينه بوغينيا زي ريكاردو. واخيرا فريق العصابه بيلاقي يوجي وبيحذروا السلايم وبيقول له في 2 بيراقبوك. فبيقول لهم يوجي انا عارف من بدري، وبيقرر يستريح تحت شجره هو والسلايم والذئب وبيراقبوه هما الاثنين. وبيقول لها يلا بينا نستغل الفرصه ونقتله دلوقتي. فبتقول له نقابات الفرسان في المدن اللي حوالينا بدات تلاحظ عدد القتلى الكتير في الايام اللي فاتت، ومش عايزين نلفت النظر لعصابتنا اكتر من كده، فلازم نحدد بالظبط اذا كان يوجي مصدر تهديد لينا فعلا ولا لا. فبتقول له نقابات الفرسان في المدن اللي حوالينا بدات تلاحظ عدد القتلى الكتير في الايام اللي فاتت ومش عايز. وبيقرروا هما الاثنين انهم يراقبوا يوجي طول اليوم ده، وساعتها يعرفوا اذا كان مجرد مروض وحوش عادي ولا هو اقوى مما هو عليه. وخلال ده كان السلايم بينقل له كل الكلام اللي بيدور بينهم، وبيقول يوجي في نفسه كويس اننا سيبنا مدينه ريكاردو لان دول تبع عصابه القمر الازرق. وبيكشف يوجي عن معلوماتهم وبيعرف انهم محترفين في استخدام السيوف، وبيقول له السلايم احنا ممكن نقتلهم دلوقتي ونتخلص منهم. فبيقول لهم يوجي ان ده مش قرار حكيم لانه لو عمل كده فهيبقى اهم هدف لعصابه القمر الازرق، ولكن هو دلوقتي مجرد مرشح انه يتم اغتياله، والاحسن انه يفكر في طريقه يحسسهم بيها انه مش مصدر للتهديد، وبالتالي يطلع نفسه من قائمه الاغتيالات بتاعه العصابه، ويقدر بعدها يخطط ازاي يقضي على العصابه كلها بدون ما يلفت الانظار. وبيوصل يوجي لمدينه بوغينيا وبيشوفوه وهو بيروح لورشه جايغل، وبيقولوا لنفسهم ان شكل يوجي مروض وحوش محترف علشان ده اول مكان يروحوا في مدينه بوغينيا، ويوجي عايز يشتري دروع للوحوش بتاعته ويحصن نفسه، وبالذات ان جايغل هو امهر صانع دروع الوحوش. ولكن بيلاحظوا ان يوجي مش معاه فلوس وما بيقدرش يشتري اي درع من الدروع، وعلشان كده بيطردوا عامل الورشه. وكمان بيشوفوه لما خبط في واحد من الناس وبيلاحظوا ان شخصيته ضعيفه جدا في الموقف ده، وبعدها بيروح علشان يشتري لنفسه اكل هو والسلايم، ولكن ما بيكونش معاه فلوس كفايه وكمان بتتسرق منه. وبيستغرب فريق العصابه ازاي هو مروض وحوش وبرغم كده فقير وما عندوش فلوس. فبيشوفوه وهو بيستعمل وحوش السلايم علشان تجمع الفلوس اللي وقعت على الارض. فبيقولوا لبعض معقول ده اقصى حاجه يقدر يعملها مروض وحوش. وعشان يكمل يوجي المسرحيه بيشرب كحول وبيسكر علشان يحسسهم انه شخص مهمل ومش مصدر تهديد ليهم، وبيتصنت عليهم السلايم وهم بيتكلموا. وبيعرف يوجي انهم لسه مش مقتنعين برضه انه ما بيشكلش ليهم مصدر خطر. فبيروح يوجي لنقابه فرسان مدينه بوغينيا علشان يقدم على مهمه لقتل وحوش الثيران. فبيقولوا البعض ان المهمه دي سهله مش صعبه، ولكن على الاقل هتوريهم يوجي هو بيقاتل وهيقدروا يحسموا قرارهم فعلا بعد ما يشوفوا اسلوبه في القتال هيبقى ازاي. وبيروح يوجي علشان يقاتل الثيران، وبيستخبى فريق العصابه وبيراقبوه، وبيقول للسلايم خليكم على جنب المره دي لان مش عايزين نبين قوتنا الحقيقيه للعصابه اللي بتراقبنا، وعايزين نوصلهم ان مهاراتنا القتاليه متوسطه وعاديه واننا مش مصدر تهديد بالنسبه لهم. وبيقول يوجي للذئب انه يقاتل الثيران، وده لان يوجي في الاساس مروض وحوش واللي بيقاتل الوحوش بمساعده الكائنات اللي روضها قبل كده ومنهم الذئب، وبيترعب من منظر الثيران الثلاثه قدامه، ولكن بيتصدم لما بيشوف انه هزم واحد منهم بسهوله وبدون ما يتحرك. وبيفتكر يوجي لما شاف الذئب لاول مره وكان عايز يهاجمه هو والسلايم، ولكن قدر يكتفه بتعويذه سحريه، وكمان عمل تعويذه للتخاطر مع الوحوش علشان يقدر يفهم كلامه. وبيعتذر له الذئب وبيتوسل ليوجي انه ما يقتلهوش. فبيقول له يوجي عندك مانع تكون وحش من ضمن الوحوش بتاعتي؟ فبيوافق الذئب انه يكون صديق ليوجي مع السلايم. وبيقول يوجي لنفسه واضح ان الذئب اقوى مما تصورت، وبيهاجم الذئب الاثنين التانيين وبيقضي عليهم بسهوله. وساعتها بيتكلم فريق العصابه عن قوه الذئب وان واضح كده ان يوجي محترف في ترويض الوحوش وقدر يعلم الذئب فنون القتال. فبيتضايق يوجي علشان الخطه ما كانتش كده خالص، فبيستعمل تعويذه سحريه علشان يخلي الثيران اقوى بكتير من حالتها اللي فاتت، وده علشان يقدروا يهزموا الذئب او على الاقل قوتهم تتعادل. فبيهاجموا الذئب للمره الثانيه بكل قوتهم وبينجح الذئب انه يقضي عليهم كلهم. وبرضه يوجي بيستعمل تعويذه يرجع فيها الوحوش لكامل قوتها، وبيتضايق الذئب علشان قوته ضعفت خالص. وساعتها فريق العصابه بيغير رايه في الذئب وبيقولوا ان قوته مش قد كده وان شكل يوجي مروض عادي، وبيفرح يوجي علشان الخطه رجعت للمسار الصح
الصح، ولكن بيتصدم يوجي لما بيشوف انه بالغ شويه في قوه الثيران، وبيقرر يستعمل نفس التعويذه مع الذئب علشان تكون القوه متعادله. ولكن الذئب بيرفض كلام يوجي وبيقول له انه عايز يقاتل الوحوش دي بنفسه وبدون مساعده، وبيهاجم الذئب الوحوش بكل قوته وبيقدر يقضي عليهم بصعوبه. وبيقول فريق العصابه ان برضه الذئب مش قوي كفايه لانه غلب وحوش الثيران بعد معاناه ووقت طويل. وبيفرح يوجي ان خطته نجحت، ولكن بيصحى واحد من الثيران وبيهاجم يوجي فجاه، وبحركه لا اراديه منه بيحضر تعويذه وبيستدعي سيف سحر علشان يقتل الوحش. وبيتصدم فريق العصابه من اللي بيشوفوه وبيستغربوا ازاي مروض وحوش يقدر يستدعي سيف سحري، وشكل يوجي مش مجرد مروض وحوش عادي. وما بيبقاش يوجي عارف يعمل ايه، وخايف لا تكون خطته فشلت بعد ما وراهم شيء من قوته، ولكن بيمثل عليهم ان استدعى السيف بشكل تلقائي وبدون قصد علشان يحسسهم انه مجرد مبتدئ. وبالفعل بيقتنعوا في النهايه ان يوجي مش عارف هو بيعمل ايه اصلا، واستدعى السيف بدون ما يقصد مش اكتر. وبيقرروا في النهايه هما الاثنين ان يوجي مش بيشكل تهديد عليهم ولا على عصابه القمر الازرق، وبيسيبوه ويمشوا. وبيفرح يوجي اخيرا بعد ما قدر يتخلص منهم بدون ما يلفت الانظار ناحيته. ولكن الصلايم بيقول له انهم بيتكلموا مع بعض عن خطه اغتيال جديده. وبالليل بيراقبهم يوجي وهم بيتكلموا مع زعيم عصابه القمر الازرق عن طريق الكره السحريه. وفريق العصابه بيقول له احنا قعدنا طول اليوم ده نراقب يوجي ولكن اكتشفنا انه مش مصدر تهديد لينا. فبيقول لهم الزعيم تمام، ولكن احنا دلوقتي بنواجه ازمه كبيره لان قريه المسيح اتدمرت بالكامل، وكمان لها بالتطهير اتفعل، وده معناه ان في مؤامره حد دبرها ضدنا ودمر خطتنا في قريه المسيح. وبيسالوه واللي عمل ده هو الهدف اللي جاي المطلوب مننا؟ فبيقول لهم الزعيم احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش هو مين، ولكن واضح انه فارس من الدرجه الاولى. المهم دلوقتي تركزوا مع الهدف المطلوب منكم. وبيودعهم الزعيم وبيتمنى لهم التوفيق في مهمتهم. وبيعرف يوجي من كلامهم ان هدفهم القادم هو اغتيال الكاهن ستايل واللي اداله الخنجر قبل كده علشان يواجه التنين الازرق الاسطوري. وفورا يوجي بينقل تعويذه التجميد للصلايم اللي بيتجسس عليهم، وبيتجمدوا هما الاثنين قبل ما يهاجموا الصلايم. وبيسال يوجي نفسه يا ترى ليه عصابه القمر الازرق بتستهدف الكاهن ستايل، ولكن بيطمن انه ازال الخطر عنه قبل ما يقتلوه. وفي اليوم اللي بعده بيروح مره ثانيه يوجي لورشه جايغل وبيقول له العامل مش انت اللي جيت امبارح وما كانش عندك فلوس؟ فبيقول له يوجي المره دي عندي وعايز دروع للوحوش بتاعتي. فبيقول له العامل قصدك عايز دروع للصلايم؟ امشي من هنا، دروع جايغل مش هتناسب ابدا الصلايم بتوعك. وفجاه بيظهر جايغل وبيقول للعامل مش انت اللي ترفض الزباين بنفسك، انا اللي اقرر اذا كانت الدروع بتاعتي تناسب الصلايم او لا. وبيسال يوجي انت مروض الصلايم دول؟ وبيقول له يوجي ايوه. فجايغل بيلوم العامل وبيقول له دول اقوى زباين شفتهم لغايه دلوقتي وانت بترفضهم. فبيقول يوجي لنفسه واضح جايغل بيقدرنا من اول نظره. وبيقول له جايغل للاسف ما عنديش دروع لوحوش قويه زي الصلايم حاليا، ولكن اقدر اصنع دروع مخصوص للصلايم. وبيوافق يوجي، ولكن جايغل بيقول له ولكن في مشكله واحده بس. وبيبص للبركان اللي جنب مدينه بوغينيا واللي بيظهر جواه وحش وسط الحمم البركانيه، وبيقول له انه هيحتاج مجوهرات بتستخرج من التنانين الحمراء والزرقاء اللي بتعيش على البركان، وده عشان وحوش الصلايم والذئب هم من اقوى الوحوش ولازم دروع قويه كفايه علشان تنفع معاهم، والمجوهرات دي هي الحل الوحيد. ولكن جايغل بيقول له لازم تحذر لان قتال التنانين اللي من النوع الازرق صعب جدا ومفيش حد من مدينتنا قدر يهزم تنين من النوع ده، وعموما انا مستعد اصنع لك الدروع اللي عايزها بمجرد ما تجيب المجوهرات دي من التنانين. وبعدها بيروح يوجي لنقابه الفرسان في مدينه بوغينيا وبيطلب من السكرتيره كل مهمات التنانين الحمراء والزرقاء علشان يقضي عليهم. فبتصدم السكرتيره من كلام يوجي وبتقول له ازاي هتقدر تغلب كل دول وانت مجرد مروض وحوش؟ ولكن يوجي بيقول لها انا هستخدم السحر ضدهم وهقدر اهزمهم بسهوله. وهنا السكرتيره بتقول له ما ينفعش تستخدم ضدهم السحر لان الجواهر اللي في اجسامهم بتديها مقاومه ضد السحر، وكمان الهجمات العاديه مش هتاثر فيها لان جلدها سميك وصلب، ولكن نقطه ضعفها هي الميه ودي صعب جدا تشيلها وترفعها لغايه البركان. فبيقول لها يوجي وايه المشكله ممكن يستخدموا السحر في تحضير الميه. فبتتعصب السكرتيره وبتقول له كميه الميه اللي هتحضرها هتستهلك سحر بنسبه كبيره ومفيش حد يقدر يستخدم السحر بالقوه دي. فبيقول لها يوجي ما تقلقيش انا عندي قوه سحريه تكفي لاستدعاء الميه. فبتقول له ان في مشكله كمان وهي انه لازم يعدي النهر علشان يوصل للبركان، والنهر ده فيه سمكه وحشيه اكله للبشر اسمها البيرانا ودي بتعوم على سطح الميه ولو مسكتك فاعتبر نفسك وجبه سهله بالنسبه لها. فبيقول لها يوجي انا عايز المهمه دي برضو مع مهام التنانين. ولما بيوصل يوجي للنهر بيلاقي الصلايم بيتكلم مع صلايم من نوع تاني لونه احمر، وبيستغرب يوجي من الصلايم اللي لونه احمر ده وبيكشف عن هويتهم وبيعرف انهم وحوش تم ترويضها زيهم زي الصلايم، وكانوا بيسالوهم ان كان البركان ده نشط ولا خامل. فبيقولوا انه بركان خامل وبيقرروا يساعدوا يوجي والصلايم. واخيرا بيوصلوا للنهر اللي قالت له السكرتيره ان فيه سمكه البيرانا، ولكن بيلاحظ ان مفيش حاجه على السطح ومش بيبقى عارف يشوف ابعد من كده. فبيسال الصلايم لو كانوا بيعرفوا يعوموا ولكنهم ما بيعرفوش، فبيستخدم تعويذه على هيئه شبكه بحيث ينزلهم جوه الميه ويدوروا على البيرانا. وهناك بيشوفوا حفره عميقه وبيروح واحد من الصلايم يستكشفها، وكمان بيروح واحد من الصلايم الاحمر علشان يساعده، وبعدها على طول بيهربوا هما الاثنين وبيحذروا يوجي والصلايم. وبتظهر سمكه البيرانا وبيستخدم يوجي شبكه الصلايم علشان يصطادها وبيطلعها بره الميه، ولكن بتقدر تفك الشبكه وتحرر نفسها. فبيستخدم يوجي تعويذه التجميد وبيفتكروا انهم كده قتلوها، ولكن بتقدر تكسر الجليد وبتهاجم تاني. وساعتها يوجي بيستخدم تعويذه النار وبيقضي عليها، وبيعدي يوجي النهر هو والصلايم والذئب وبيشوفوا التنانين حوالين البركان. وبيخاف الصلايم من مواجهه التنانين وبيترعبوا، وده علشان امهم كانت بتحكي لهم زمان عن قوه التنانين وقد ايه هي مخفيه. فبيستغرب يوجي عشان اول مره يعرف ان الصلايم ليهم وبيقول لهم يوجي يلا بينا نقاتلهم. فبيلاقي الصلايم واقف في مكانه وما بيتحركش، فبيقرر ان هو يواجه التنانين لوحده، وبيشوف تنين قدامه وبيستعمل ضده تعويذه الميه
الميه، وبيكتشف ان كلام السكرتيره صح وان نقطه ضعف التنانين دي هي الميه، وبعدها بيموت. وبعد ما بيموت بيخرج منه جوهره لونها احمر، ودي زي اللي كلموا عنها جايغل. ولما بيشوف الصلايم التنين وهو مقتول بترجع ثقتهم في نفسهم وبيزول خوفهم من التنانين، وبيقرروا يساعدوا يوجي في جمع المجوهرات. وبالفعل يوجي بينقل لهم تعويذه الميه وبيقرروا يتغلبوا على التنين الحمراء في البركان. ولكن فجاه بيشوف يوجي التنين الازرق، وكان واضح انه اقوى بكتير من التنانين الحمراء وجسمه اضخم واكبر منهم. فبيطلب يوجي من 10 من الصلايم انهم يحاوطوا التنين ده، وساعتها بينقل لهم كل تعويذه مدفع الميه. ولكن كل الميه دي ما بتاثرش فيه، فبيستخدم تعويذه التلج على المستوى المتوسط، وبرضه بيقدر التنين انه يكسر الجليد بسهوله. فبيؤمر يوجي الصلايم بانهم يتحدوا في مكان واحد، وبينقل لهم تعويذه التجميد على المستوى العالي، وبتتشكل بلوره ضخمه من الجليد حوالين التنين. وبسبب حراره جسمه الكبيره بيقدر يدوب كل الجليد، ولكن بتنهار قوته بعدها وبيموت. وبيخرج منه جوهره لونها ازرق، وبيقول يوجي لنفسه ان اكيد الجوهره دي هتديهم دروع اقوى بكتير. وبيقول للصلايم خلينا نكمل مهمتنا ونقتل كل التنانين على البركان. وبيفضل يوجي طول اليوم ده وهو بينقل تعويذه الميه للصلايم. وفي اخر اليوم بيقدم يوجي كل المهام اللي انجزها، وبتتصدم السكرتيره ان مروض وحوش عمل ده وقتل 202 تنين، وكمان قتل سمكه البرانه الوحشيه، وبتشكره على خدمته الكبيره للمدينه. وبيقول لها يوجي ان سمكه البرانه ما كانتش بتعوم على السطح، دي كانت تحت في حفره عميقه وانا استدرجتها للسطح وقتلتها. فبتقول له السكرتيره انها هتصحح المعلومات اللي عندها وهتكتب ده في استماره علشان تبلغ المدن اللي حواليهم بالمعلومات الجديده، وبتشكره مره ثانيه. وبعدها بيروح يوجي لورشه جايغل وبيسالهم ان كانت الورشه لسه فاتحه ولا لا. وبيتصدم مساعد جايغل لما بيشوف يوجي رجع بالسرعه دي وفي نفس اليوم، وبيوريه جوهره التنين الازرق. وبيستغرب جايغل ازاي يوجي قتل تنين ازرق لوحده، وبيقول ليوجي شكلك طلعت اقوى مما كنت متصور. وبيقول له كمان انا بالجوهره دي هقدر اعمل احسن درع للذئب. فبيصدمه يوجي مره ثانيه وبيديه جوهره ثانيه لتنين ازرق، وبيقول له اعمل منها دروع للصلايم كمان. وبيندهش جايغل والمساعد بتاعه من الجوهرتين دول، فبيقول لهم يوجي انا جبت مجوهرات برضو للتنانين الحمراء، وبيطلعهم الصلايم مئات من المجوهرات الحمراء. وبيقول له جايغل المجوهرات دي مش معقوله. فبيساله يوجي تقصد ايه؟ فبيرد عليه جايغل بان دي مجوهرات نقيه جدا وخامتها عاليه، وانا اقدر اعمل لك بالمجوهرات دي اقوى دروع اعرف اصنعها. وبيقول له يوجي انا معتمد عليك. وبيقول جايغل للمساعد بتاعه يشغل الفرن علشان يصهروا كل المجوهرات دي ويعيدوا تشكيلها. وبيتحمس يوجي ومش قادر يصبر لغايه ما يشوف هيصنعوا ايه. وفي اليوم اللي بعده بيصنع جايغل درع للذئب وللصلايم، وبيجرب الذئب قوه الدرع السحريه. وبيلاحظ يوجي ان سرعته تضاعفت اكتر من مره وبقى سريع جدا، وده هيساعده في الحركه والسفر. وحتى الصلايم بقت الحركه بتاعته مرنه وسريعه. فيوجي بيسال جايغل ان كانت الدروع دي هتستحمل السحر ولا لا. فبيقول له جايغل تقصد انك عايز تجرب قوه تحملها؟ تمام جرب وشوف بنفسك. فبيتحكم يوجي في قوه الذئب السحريه وبيزيد قوته ووزنه علشان يشوف الدرع هيستحمل القوه السحريه دي ولا لا. وبيلاقي يوجي ان فعلا الدروع سليمه وفعاله، ولكن جايغل بيقول له ما تتسرعش لسه ناقص حاجه لازم تجربها علشان تتاكد. وبيعرف يوجي ان جايغل مش مجرد صاحب ورشه وانه محترف وخبير، وبيعرف ان قصده على نقل التعويذات للوحوش. فبينقل يوجي تعويذه الجليد للصلايم وبيتصدموا كلهم من كتله التلج اللي استدعاها الصلايم. وبيعرف يوجي ان الدرع ده بيضاعف قوه الصلايم حوالي 10 مرات. وبيقول يوجي لجايغل انه يحتفظ باللي شافه ده كسر بينهم. وبعدها بيلاحظ جايغل ان الدروع مش كفايه برضه بالنسبه للصلايم، وده عشان قوتها الكبيره ممكن تدمر الدروع في حاله اذا يوجي نقل اكتر من تعويذه. فبيقول له جايغل ده اقصى واحسن حاجه اقدر اصنعها بالمواد اللي انت جبتها لي. فبيقول له يوجي يعني تقصد انك تقدر تصنع حاجه اقوى لو معاك مواد احسن من مجوهرات التنانين؟ وبيرجع يوجي للفندق اللي ساكن فيه وبيرجع بفلاش باك لكلام جايغل معاه، وده لما قال له انه يقدر يصنع دروع اقوى بجوهره تنين النار. ولكن المشكله ان التنين ده مفيش طريقه تقدر تصطاده بيها، وده لانه بيعيش جوه الحمم البركانيه ولكنه بيظهر كل فين وفين. وحتى لما بيظهر ما بيعملش حاجه لان مفيش حد بيجرؤ على انه يرش عليه ميه او يواجهه. وبيسال يوجي نفسه يا ترى تنين النار ده لو خرج من البركان هل هيأثر على نشاطه وممكن يبقى بركان نشط؟ وخلال ده بيكلموا الصلايم وبيقول له ان التنانين الحمراء رجعت تاني وصحيت وبقت اقوى من الاول. وبيقول لهم يوجي يروحوا بسرعه للبركان ويدوروا اذا كان في حد هناك لان الموضوع مش طبيعي. فبيقولوا ليوجي ان في شخصين رايحين للبركان، وبيبص يوجي من الشباك وبيشوف البركان بيثور وبيخرج منه تنين النار. وبيتصدم الذئب والصلايم من ضخامه تنين النار. فبيقول لهم يوجي انه لغايه دلوقتي مفيش قلق منه ولكن بلغوني لو حصل جديد. وبيسال يوجي الذئب والصلايم عن الاثنين دول اللي طالعين لقمه البركان. فبيقولوا انهم شكلهم كده رايحين لتنين النار ومعاهم براميل شايلينها فوق ظهرهم. وهنا يوجي بيخلي واحد من الصلايم يكون معاهم وينقل كلامهم ليه، وبيسمع يوجي الحوار بينهم. وواحد منهم بيقول للتاني طيب افرض المهمه بتاعتنا دي فشلت. فالتاني بيرد عليه بان الناس في اورداريون طمنوه بان العمليه هتنجح بدون مشاكل. وبيسال يوجي نفسه يا ترى فين اورداريون دي ومين الناس اللي بيتكلموا عنهم دول، وبيبقى عايز يعرف ايه اللي جوه البراميل اللي شايلينها. فبينقل تعويذه الشبكه السحريه للصلايم ولكن بيقدروا يتفادوها. وبيسالوا بعض هو ده مجرد فخ معمول للوحوش ولا في ساحر عايز يقتلهم؟ فبيقولوا لبعض اكيد ده مجرد فخ لانهم ما شافوش حد حواليهم، وبيكملوا طريقهم عادي. وهنا يوجي بيقرر يهاجمهم من ورا بالصلايم، وساعتها بيضربوا الصلايم بالسيف وبيتصاب وبيظهر ليهم. وبيطلع انهم مثلوا على يوجي بانهم مش مركزين معاه، ولكن بيطلع يوجي مجهز لهم فخ هو كمان، وبيقدر يقبض عليهم بالشبكه السحريه وبيكتفهم وبيقعوا على الارض. وساعتها الصلايم بيتجمع حوالين الاثنين دول وبيقولوا لبعض اكيد ده المروض اللي كان على قائمه الاغتيال ولكن اتمسح اسمه، وبيحس ان نهايتهم قربت فبينتحروا بالسم بنفس الطريقه اللي بينتحر بيها عصابه القمر الازرق. وبيعرف يوجي انهم تبع العصابه، وبيقول للصلايم يشوفوا ايه اللي جوه البراميل اللي كانوا شايلينها.
فما بيعرفش الصلايم ايه اللي موجود جوه البراميل، ولكن بيحسوا بشعور غريب منها. فبيسالهم يوجي نفس الشعور بتاع الاحجار السحريه الملعونه، ولكن ما بيقدروش يحددوا بالظبط هي ايه. وهنا يوجي بيستدعي داريارد من الغابه علشان تقول لهم ايه اللي جوه البراميل. فبتقول داريارد دي ميه ملعونه، هي مش بنفس قوه الاحجار السحريه ولا حتى هتقدر تتغلب على تنين النار، ولكن فايدتها الوحيده هي انها تخلي التنين يغضب ويثور اكتر ويسبب دمار كارثي. وده زي ما يوجي توقع بانهم هيستخدموا البراميل دي مع تنين النار. وبيقول يوجي انه لازم يعمل تنقيه للميه دي حالا علشان ما تعملش كارثه. وبيبعدوا كلهم عن البراميل علشان ينقل يوجي تعويذه تبديد اللعنه للصلايم، وبيقدر يوجي يرجعها ميه عاديه. وبتقول له داريارد انها ترجع تاني للغابه، وبيشكرها يوجي على مساعدتها. وبعدها يوجي بيقول للصلايم يراقبوا المكان، فبيشوفوا عدد كبير من التنانين الصغيره وبيحس انه في حاجه مش طبيعيه. وساعتها مدير الفندق بيخبط على اوضه يوجي وبيقول له يخلي المكان فورا ويمشي من المدينه علشان السماء هتمطر كمان شويه. وفعلا كل سكان مدينه بوغينيا بيهربوا بسرعه علشان السماء بتمطر والعواصف بتزيد، وده كله بيعصب تنين النار. وبيقول سكان المدينه لبعض ان التنين غضبان وهيحرق المدينه ولازم يهربوا بسرعه. وبيفتكر يوجي كلام مدير الفندق لما قال له ما حصلش قبل كده ان تنين النار يظهر في جو زي ده، دي صدفه ملعونه علشان المطر بيعصب التنين وبيخليه ينتقم من اللي حواليه. الصدفه دي ما حصلتش من 50 سنه، وساعتها صادف ظهوره مع المطر، وبسبب ده اباد كل مدينه بوغينيا بالنار. وبنشوف سكان المدينه وهم بيودعوا بيوتهم وارضهم لاخر مره قبل ما تنين النار يحرقها كلها. وفجاه الصلايم والذئب بيقولوا ليوجي ان التنين اتحرك من مكانه وهو دلوقتي في طريقه للمدينه. وبيشوف يوجي التنين وهو جاي ناحيه المدينه، وبيقول في نفسه ان التنين لازم يعدي بنهرين بيفصلوا بين البركان والمدينه. وبيقول للذئب والصلايم انهم يروحوا لاول نهر ويشوفوا اذا كان التنين هيقدر يعدي منه ولا لا. وبيتحرك التنين ناحيه النهر، وبيلاحظوا ان المطر قتل التنانين الصغيره ولكنه مش بيأثر على تنين النار. وبيوصل التنين للنهر وبيتصدموا من ضخامه حجمه، وبيحط التنين رجله في النهر واللي من حرارتها بتبخر كل الميه وبتقتل السمك. ومن بخار الميه ما بيعرفش الصلايم يشوف اي حاجه هو والذئب، وبيقدر التنين يعدي من اول نهر وبيتجه للنهر الثاني. فبيقول لهم يوجي كده مفيش مفر من قتال التنين، وبيأمر الذئب يستعد، وبيقدر يتحرك بسرعه بفضل دروع جايغل. وكمان يوجي بينقل تعويذه للصلايم اللي لابس الدرع علشان تكون قوه التعويذه اكبر، وبيفعل تعويذه التلج من المستوى المتوسط على رجل التنين، ولكن بيقدر يفك التلج بسهوله وبيقدر يتحرك. وهنا يوجي بيفعل نفس التعويذه بس 10 اضعاف على راس التنين، ولكن بيقدر يكسر التلج للمره الثانيه، وبيجهز النار علشان يقاتل بيها يوجي. فبيفعل نفس التعويذه ب 20 ضعف علشان يقاوم بيها نيران التنين، وبيقدر يوجي يصد الضربه، ولكن التنين بيكمل طريقه للمدينه وبيوصل للنهر الثاني. وبيحس الصلايم انه خلاص مفيش فايده وان التنين هيقضي على المدينه، ولكن يوجي بيقول لهم لا، كل اللي فات ده كان تشتيت للتنين علشان اكسب وقت مش اكتر. وبيتصدموا بان يوجي كان مخزن كميه كبيره من الميه علشان تغطي التنين ويغرق. وبيقول لهم ان عمل حواجز سحريه على النهر الثاني هيهاجم بيها التنين في حاله لو عرف يعدي من النهر، وده علشان يجمع اكبر قدر ممكن من الميه الاول. وبيروح الذئب والصلام علشان يشوفوا التنين، وبيقول لهم يوجي ياخدوا بالهم كويس. ولما بيوصلوا بيلاقوه ما بيتحركش، وبيقولوا ليوجي ان الخطه نجحت. ولكن فجاه التنين بيظهر وبيضرب عليهم شعاع من النار، وفي اللحظه الاخيره بيقدر يوجي يعمل درع يحميهم من النار، وبيقول لهم يبعدوا عنه بسرعه. وبيجهز التنين كره ناريه اقوى من اللي قبلها علشان يدمر المدينه بالكامل. ساعتها يوجي بيعرف انه لازم يستخدم كل قوته ضد التنين حتى لو ده يستنزف كل المانا اللي عنده. وبيقول ان هو معاه جرعه استعاده المانا اللي اخدها من داريارد، فمفيش مشكله لو واجهت التنين باقوى طاقه عندي. وبيفعل تعويذه لعنه الصقيع السرمدي وبيواجه بيها شعاع النار اللي بيطلقه التنين. وبقوه التلج بيقدر يستنزف طاقه التنين كلها، وبيتغلب شعاع التلج على نيران التنين وبيتجمد، وبتنتهي قوته السحريه وبتظهر جوهره التنين النار اللي كلموا عنها جايغل. وكمان الشمس بتشرق من تاني وبتنتهي العاصفه والمطر. وبيشوف الصلايم الجوهره اللي ظهرت بعد موت تنين النار واللي بتطلع اكبر جوهره شافوها واكبر من جوهره التنانين الصغيره والتنين الازرق. وبيحتفل الصلايم بالانتصار، ولكن بيقولوا ليوجي على جهاز غامض مش عارفين هو تبع ايه. وقبل الغروب بيروح يوجي لورشه جايغل واللي بيقول له ان المدينه نجت من تنين النار بمعجزه، وبيسال يوجي عن السبب اللي جاي عشانه. فبيوريه يوجي جوهره التنين، ولكن بيقول له انها جوهره نادره لقاها في تنين صغير على البركان. وبيتصدم مساعد جايغل لان في العاده جواهر التنانين الصغيره مش بتبقى كبيره بالشكل ده، دي اكيد من، وما بيرضاش يكمل كلامه عشانه. فبيقول جايغل للمساعد بتاعه مستحيل تكون من التنانين الصغيره، عارف ان يوجي مش عايز ينشر الخبر ويلفت الانظار ليه. وبيغير جايغل الموضوع وبيقول ليوجي انت اكيد عايز دروع من الجوهره دي مش كده؟ وبيقول له يوجي ايوه، وبيجهز جايغل الفرن علشان يعمل الدروع. وبالليل بيروح يوجي لنقابه المغامرين في المدينه، وبيسال يوجي السكرتيره عن مدينه اورداريون ان كانت سمعت عنها قبل كده. فبتقول له السكرتيره انها سمعت عنها ولكنها مدينه مش مفضله بالنسبه للمغامرين. فبيسالها يوجي عن السبب، وبتقول له ان ده عشان هي مدينه غامضه وملهاش علاقات مع المدن والقرى اللي حواليها واهلها دايما في حالهم. فبيقول لها يوجي انا عندي سؤال تاني، وبيخلي الصلام يطلع الاداه الغريبه اللي شافوها على البركان. وبتقول له السكرتيره منين جبتها دي؟ فبيقول لها يوجي انا لقيتها على البركان. وبتقول له السكرتيره ان دي واحده من الات المطر الاصطناعي، وفي كل نقابه مدينه بيبقى في واحده منها. فبيسالها يوجي هو الالات دي بتقدر تتحكم في الطقس؟ فبتقول له السكرتيره ايوه، وبتستخدم في حاله الجفاف والقحط، وكل النقابات في المدن بتمتلك واحده منها. ولما بتشوف اسم النقابه اللي بتمتلك الاله دي بتلاقي ان اسمها محفور ومش ظاهر. وبيفتكر يوجي الحوار بين الاثنين اللي تبع عصابه القمر الازرق لما كانوا بيتكلموا عن مدينه اورداريون، وان الناس اللي فيها طمنوهم ان العمليه هتنجح بدون مشاكل. وبيشك يوجي ان الاله دي تبع مدينه اورداريون. وفي الصبح يوجي بيستلم الدروع اللي صنعها جايغل
جايغل، واللي بيقول له ان دي دروع من تصنيف اسطوري وهي اقوى دروع صنعها في حياته، وبيشكره يوجي على مساعدته ليه، وبيقول انه هيجرب الدروع دلوقتي. فبيقول له جايغل ما ينفعش تستخدمها هنا علشان ده خطر على المدينه. فبيقول له يوجي ما تقلقش، هستخدمها في المكان المناسب. وقبل ما يمشي بيقول له جايغل انت مش عايز برضه تعرفني باسمك قبل ما تمشي؟ فبيقول له يوجي انه مش عايز يلفت الانظار ليه وعايز يبقى مجهول بالنسبه للناس، وبيتمنى له جايغل التوفيق في رحلته، وبيقول له يحذر ويخلي باله من نفسه، وبيساله المساعد عن الموضوع ده. فبيقول له جايغل مالكش دعوه وارجع لشغلك. وخلال ده في الغابه وجوه شجره عملاقه سحريه بنشوف زعيم عصابه القمر الازرق وهو بيعمل تعويذات سحريه للمؤامره بتاعته ضد العالم، وبيتمنى دمار العالم وفنائه، وان ظل القمر يسحب العالم للظلام والفناء واللي بيه هيتولد الحكماء. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف الكائن ستايل وهو بيبص للسماء بعد ما السحب بينت الشمس. وبنكمل حكايتنا مع يوجي لما ساب مدينه بوغينيا ووصل لمدينه اورداريون، وبيدخل نقابه المحاربين في المدينه والكل بيبص عليه هو والصلايم والذئب بغرابه، وبيشوف اللوحه اللي بتتعلق عليها الطلبات من المغامرين، وبيلاقي ان مفيش حاجه مطلوبه تنفع معاه، وبيقول بصوت عالي واضح ان مفيش طلبات جديده، وده علشان بيسمع الاثنين دول اللي بيراقبوه. وبيطلع من النقابه بدون ما يختار مهمه ينفذها، والاثنين بيقولوا لبعض غريبه طلع بدون ما يختار مهمه، والتاني بيقول له خلينا نكمل كلامنا جوه. وساعتها كان يوجي سايب صلايم متخفي معاهم علشان يسمع كل اللي بيقولوه، وكان الحوار بينهم بالشكل ده. مغامر شعره اسود وعينيه لونها اسود، هو ده يوجي مش كده بالظبط؟ وكان واحد من اهدافنا على قائمه المرشحين للاغتيال، ولكن المقر الرئيسي شافه انه ما بيشكلش اي تهديد لينا. ايوه بس ده كان راي اعضاء رتبتهم قليله في جماعه القمر الازرق، ما ينفعش نثق في رايهم، الاحسن اننا نقتله ونستغل الفرصه كونه موجود هنا في المدينه، ولكن ده يسبب لنا مشاكل كتير ويمكن نتكشف والناس تسمع عن عصابتنا، وبكده سنين التخطيط اللي فاتت هتضيع هدر. برايك هو احنا ليه خاطرنا واشترينا آلة المطر الاصطناعي ولكنها ما نفعتش برضه في الاخر؟ حتى بعد ما السما مطرت في واحد قتل تنين النار. ايا يكن احنا مش هنعمل حاجه دلوقتي الا اننا نبلغ السيد والتر بالموضوع ده قبل ما نعمل اي حاجه. وخلال ده كان يوجي بيسمع كل كلامهم، وبيظهر وراه الكاهن ستايل والمساعد بتاعه يوهان، وبيروحوا القلعه جوه المدينه علشان يكونوا في امان من اي حد بيراقبهم ومحدش يسمع اللي بيقولوه. فيوجي بيعرف من ستايل ان نقابه المغامرين في مدينه اورداريون تحت سيطره عصابه القمر الازرق، وبعدها بدا يكلموا عن الماضي بتاعه مع والتر. وعلشان كده انا لازم احكي لك حاجه مهمه وهي الماضي بتاعي مع والتر. زمان كان في جماعه اسمها كنيسه القمر الازرق، وانا وقتها كنت مغامر ومقاتل معروف، وانضم للجماعه بتاعتنا عدد من المقاتلين المنبوذين والمضطهدين، وكان والتر واحد من الناس دي، فرحب الناس بيه ومع الوقت بقى ايدي اليمين، او على الاقل ده اللي انا كنت فاكره ساعتها، لانه في الحقيقه كان والتر شخص طموحاته كبيره، وكان وجودي في الجماعه حاجه مش كويسه بالنسبه له. وفي يوم من الايام وصلتني رساله فيها امر ليا ان احل جماعه القمر الازرق، ولكني للاسف ما نفذتش الامر ده لانه خفت اخسر زمايلي. وبعد ايام اتعرضنا لهجوم، لحسن الحظ عرفت اهرب ولكن كل زمايلي اتقتلوا وخسرتهم. وكأن الرساله دي كانت تحذير ليا من الحادثه، وكان هدف الهجوم ده هو السيطره على القمر الازرق، وكان زعيم الهجوم ده والمخطط ليه هو والتر، ومفيش حد غيره يعمل كده، وهو اللي حرف مبادئنا اللي كنا عايشين عليها، حرفها بحيث تتوافق مع رغباته ونزواته، بحيث يكون هدف الجماعه هو تطهير واباده العالم. ومن هنا بدات جماعه قمر الازرق. واضح دلوقتي ان والتر سيطر على المدينه دي، وانا جيت هنا علشان احذرك. وصلت ليا رساله تانية من ايام وهي وبيقول فيها الفوضى هتزيد، الشرير هيشتت طريق الناس، ساعد البطل وهيرجع الخير من جديد. فيوجي ساله ويا ترى معناها ايه الرساله دي؟ في الرساله دي الشرير هو والتر، واللي بسببه الفوضى هتزيد. البطل هو انت يا يوجي، وانا واثق انك هتقدر تواجه والتر. بتقول الاساطير ان البطل بيحمل خنجر كيثس ومفيش حد غيرك يا يوجي معاه الخنجر ده، ارجوك تستعد وتجهز نفسك. وبعدها بنشوف يوهان وهو بيقول لستايل هو الراجل ده هو فعلا البطل؟ ليه ما قلتلهوش كل اللي في الرساله؟ لان كان في كلام تاني اكتر من اللي انت قلته ليوجي. وهنا ستايل بيقول له لو عرف يوجي باقي الرساله فهو اكيد هيعصي الاوامر. وخلال ده بنشوف والتر وبيبلغوا واحد من الجواسيس بتوعه بان ستايل قابل واحد غالبا هو البطل. ساعتها والتر بيساله البطل ده هو المروض مش كده؟ المهم كل حاجه جاهزه زي ما امرت؟ وبيقول له اكيد كل الترتيبات جاهزه. فبيأمره والتر بالانصراف وبيفعل تعويذه سحريه علشان يدخل لمكان سري، وفيه بيعرف الرساله الكامله اللي وصلت للكاهن ستايل، وكانت الفوضى هتزيد والمفسد هيشتت طريق الناس، ساعد البطل وهيرجع الخير من جديد. وكان باقي الرساله اللي ستايل ما قالهاش ليوجي، والموت هيكون من نصيب مرشد البطل. فبيفرح والتر ان ستايل بالشكل ده هيموت لانه ارشد يوجي البطل، وبنعرف ان ستايل بيضحي بحياته ومرضيش يقول الجمله دي ليوجي علشان يقاوم المفسد بدون ما يخاف على ستايل. وخلال ده كان يوجي بيفكر في الاحداث وبيقول لنفسه والتر وستايل دلوقتي انا عرفت قصتهم ايه، ولكن موضوع ان ابقى المنقذ ده مش مفهوم بالنسبه لي. ستايل هو اللي اداني خنجر كيسس اصلا، وبيفتكر وقت ما ساعد قريه ريكاردو في جمع الحطب، ولما السكرتيره شافت الصلايم وهو بيطلع الحطب من جواه بتعويذه التخزين، وقالت له السكرتيره معقوله في حد عنده القدره السحريه دي؟ انا سمعت عنها في الاساطير واللي كانت بتتكلم عن وحش اسطوري كان بيستخدم الصلايم علشان ينقل الحاجات من مكان للتاني. وبيقول يوجي لنفسه ممكن دي حاجه تثبت ان البطل فعلا، ولكني لازم اسال ستايل عن ده بكره. وفي اليوم اللي بعده بيروح يوجي للكنيسه وبيسال الحارس عن ستايل ويوهان، فبيقول له الحارس انهم خرجوا الصبح بدري علشان كان وراهم حاجه مهمه، وللاسف ما قاليش هو رايح فين. فبيسال يوجي كل الصلايم بتوعه عن ستايل ويوهان، وبيطلع واحد واحد من الصلايم شافهم، فبيقول لهم يوجي يتابعوا تحركات ستايل ويوهان، واي صلايم غريب تلاقوه في طريقكم خدوه معاكم علشان يساعد في المهمه. وساعتها بنشوف ستايل والمساعد بتاعه يوهان وقدامهم مدخل ملعون بتعويذه علشان ما حدش يقدر يدخل لمركز قاده العصابه، وبيستعمل ستايل تعويذه سحريه علشان يلغي اللعنه عن البوابه، وبيقول ليوهان يلا
ندخل. واخيرا ستايل بيشوف الكنيسه اللي اتحولت بسبب وولتر لمقر عصابه القمر الازرق. وخلال ده كان الصلايم بيقول ليوجي انه ما لقاش اي اثر لستايل ويوهان، وبيتفاجئ يوجي بكل الصلايم اللي تم ترويضهم وانضم للوحوش بتوعه. وفجاه واحد من الصلايم بيقول له انا شفت ستايل والمساعد بتاعه وهم داخلين لمكان مظلم جوه شجره عملاقه. فبيقول له يوجي وريني الطريق للمكان ده. وخلال ده ستايل بيعترض طريقه عدد من الحراس وكانوا مستعدين يقتلوه هو ويوهان. فبيفعل تعويذه تعزيز الدفاع وبيكتسب قوه كبيره لمواجهه الحراس. وهنا كان يوجي وصل للمكان البوابه السحريه وبيفعل تعويذه تبديد اللعنه علشان يقدروا يدخلوا. وساعتها بيدخل ستايل ويوهان لمقر قياده العصابه وبيقول له وولتر اخيرا جيت يا ستايل، ما شفتكش من زمن طويل، الرساله هي اللي جابتك هنا مش كده؟ اكيد عدت عليك جمله والموت هيكون من نصيب مرشد البطل. فبيقول له ستايل انا مش خايف على حياتي، المهم ان انفذ الرساله والاوامر ومش هعمل زي زمان لما رفضت الغي الجماعه وبسبب ده سيطرت انت عليها ودمرت مبادئها وقتلت كل زمايلي، انا مش هغلط مرتين. وساعتها وولتر بيقول له في الحاله دي خلينا اديك اللي انت جاي عشانه وهو الموت. وبيدي وولتر الاوامر للحراس الشخصيين بتوعه بقتل ستايل واللي بيستعد لمواجهتهم بمهاراته القتاليه. وخلال ده يوجي بيشوف الحراس اللي قضى عليهم ستايل وفجاه بيكتشف ان حد منهم لسه عايش ومسك واحد من الصلايم. وساعتها قضى ستايل على كل الجنود بتوع وولتر واللي بيقول له انت فكرتني بالايام الخوالي، لسه قوتك القتاليه ما انتهتش وعلشان كده انا عملت حسابي كويس للحظه دي. وبيقيده بتعويذه سحريه وبيشيل حركته بالسحر. وبيقول له ستايل امتى لحقت تعمل التعويذه دي؟ وبيطلع وهان هو اللي عمل التعويذه وبيتصدم بان يوهان كان ولاء لولتر ولعصابه القمر الازرق طول الوقت ده. وبيقول لي يوهان يعني انت اللي استغلتني علشان اجيب البطل لغايه هنا وكنتوا بتخدعوني طول الوقت. وبيقول له وولتر الموضوع كله بدا من حجر سحري ملعون حطيناه في الغابه علشان نعرف مين اللي يقدر يفك اللعنه بتاعته ونكتشف مين اللي ممكن يسبب تهديد لينا، وطلع هو يوجي وكان اقوى مما نتصور. في الاول دمر وحوش صنعناها ولما التنين الازرق ظهر جه يوجي وقتله وده بمساعده الخنجر اللي انت اديتهوله. واستمر يوجي باحباط خطتنا واحده ورا الثانيه وحتى لما حاولنا نستغل قوه تنين النار علشان نبيد قريه بوغينيا كان يوجي موجود ودمر خطتنا. فعلا البطل ده طلع اقوى من اللي كنا متصورينه ولكن كل ده ملهوش لازمه لان الرساله الجديده هتحقق كل اللي احنا عايزينه. راقب يا ستايل جهودك اللي هتضيع بدون اي فايده لان في النهايه هنعمل اللي عايزينه وهنطهر العالم. فبيقول له ستايل انا لو مت هنا فهيظهر البطل وهيحبط كل مخططاتكم. فبيفعل وولتر تعويذه علشان يحول الحراس لوحوش ملعونه وبيتعصب ستايل علشان وولتر عمل تعويذه محرمه على الناس اللي هم اصلا تبعه. وفجاه يوجي بيقتحم المكان وكان بيقول لستايل ان في حاجه عايز يساله عنها ولكن واضح ان التوقيت مش مناسب دلوقتي. وساعتها يوهان كان بيوجه التعويذه ناحيه ستايل علشان يقتله ولكن بعد ما بيظهر يوجي بيوجه ناحيته هو تعويذه النار. وهنا يوجي بيفعل الدرع المضاد للنار وبيتصدم يوهان من قوته وكمان بيلغي تعويذه الحبال السحريه اللي عملها يوهان وبيحرر الكاهن ستايل وبيشكره على انقاذه ليه. فبيقول له يوجي واضح انك في مشكله كبيره، هو ده وولتر؟ فبيقول له ستايل ايوه هو ده صديقي القديم اللي كلمتك عنه. فبيقول له وولتر اكيد انت البطل حسب ما بتقول الرساله، انا قعدت مستنيك من زمن طويل، شكرا ليك يا ستايل عشان جبته لحد عندي. وخلال ده بنشوف ماده سحريه لونها بنفسجي وفيها السحر اللي بتتمناه العصابه للبشريه وهي كمان اللي بتدي وولتر القدره على التحكم في جثث الجنود وتحويلهم لوحوش. وبيقول لهم وولتر وروهم قوتكم الحقيقيه وبيحاصروهم الوحوش وبيتراقب الذئب من عددهم وشكلهم وبينقل يوجي تعويذه النار للصلايم علشان يواجههم. وساعتها بيروح وولتر ويوهان لمركز الطاقه السحريه وبيتجمع الوحوش حواليهم علشان وولتر يكسب وقت وينفذ خطته. وبيوصل وولتر لمركز الطاقه وبيقول ليوهان هو ده اللي هيديني القوه اللي محتاجها وبيقعد على الكرسي وبتخترق دراعه الاشعه السحريه وبيبدا يتحول لتنين. وساعتها بيوصل له يوجي وستايل بعد ما قتلوا الوحوش وبيقول وولتر لستايل افتكر كويس اللحظه دي لان بعدها بقى اقوى من اي مخلوق وبيبدا جسمه يبقى اكبر واكبر وبيتفزع الذئب والصلايم من منظره. وقبل ما يكمل عمليه التحول يوجي بينقل تعويذه النار للصلايم وبيضربه بكره ناريه ولكن بيتفاجئوا لما بيخرج وولتر بدون ما يتصاب. وبيقول يوجي لنفسه اكيد وولتر حقن نفسه بسحر التنانين وفعلا بيبدا يظهر له جناحات وايده بتبقى شبه ايادي التنانين وكمان جسمه بيبقى شبه التنين الازرق بالظبط. وهنا يوجي بينقل تعويذه للصلايم علشان يعمل حاجه سحري لحمايه ستايل وبينقل تعويذه النار للصلايم ولكن بيقدر وولتر يتفاداها بفضل سرعته الكبيره وبيقول لهم هوريكم دلوقتي قوه التنانين المرعبه. فبيأمر يوجي الذئب و10 من الصلايم انهم يهاجموه في وقت واحد وبكده اكيد هتصيبه ضربه من كرات النار. فبيفعل يوجي وابل من الكرات الناريه ناحيه وولتر واللي بيطير بسرعه علشان يتفاداها ولكن بتصيبه لانها من 10 اتجاهات مختلفه بس بيطلع في الاخر بدون ما يتضرر او يتخدش حتى. وبيقول ليوجي مستحيل سحر ضعيف زي ده ياثر فيا. وهنا يوجي بيجهز الصلايم لخطه باء وبيرمي الصلايم ناحيه الذئب وبيفعل تعويذه الحاجز علشان يحميه من وولتر وبيطلع الصلايم درع تنين النار واللي هو اقوى درع صنعه جايغل وكمان الذئب بيلبس الدرع علشان قوته وسرعته تزيد. وبيقول لهم يوجي انا بعتمد عليكم وبيفعل تعويذه التعزيز السحري والجسدي علشان يضاعف قوتهم مره ثانيه. وبيقول الذئب جه الوقت اللي هوري فيه وولتر قوتي وبيتصدم وولتر بسرعه الذئب الخياليه وبيستغل يوجي السرعه دي علشان ينقل تعويذه النار للصلايم وبيوجه له اقوى ضربه ناريه بتوقعه على الارض وبيفرح الذئب وبيقول اخيرا هزمناه. وبيقول يوجي لنفسه دروع الوحوش اللي صنعها جايغل ممتازه ولكن بيظهر وولتر مره ثانيه بعد ما خسر اجزاء من جسمه فبيسحب من قوه الوحوش علشان يعالج نفسه وبيرجع زي ما كان وبتختفي اجساد الوحوش اللي كانوا قبل كده اتباعه وبتتحول المانا بتاعتهم لولتر وبتصدم الذئب والصلايم من قدره وولتر على تجديد نفسه واكتساب المانا من اتباعه اللي ماتوا فبيضربوا يوجي مره ثانيه بالنار ولكن وولتر بيقول له مفيش فايده من اللي انت بتعمله وبياخد من طاقه الوحوش مره ثانيه
ومش بس بيعالج نفسه، لا ده بيزيد قوه اكتر من الاول وبيكتسب 4 اذرع غير الاجنحه، وكمان حجمه بيبقى اكبر. وبيتصدم يوجي ان قوته زادت عن الاول، فبينقل تعويذه النار لعدد كبير من الصلايم وبيضربوه بكرات النار في نفس الوقت. ولكن بيقول لولتر انا قلت لك ان كل ده ملهوش فايده. وبيتصدم يوجي ان معدل شفائه بقى اسرع، وبكده الضرر اللي بيتعرض له مش هيأثر فيه. وبيقول لنفسه واضح ان لعنه التنانين قويه فعلا. وفجاه بيفتكر ان مركز قوته عباره عن لعنه، فبيأمر الصلايم انهم يضربوه بتعويذه النار وبعدها بتعويذه تبديد اللعنه. وفعلا قوته بتضعف شويه بعد تبديد اللعنه، وبيقرر وولتر ينتقم من يوجي ويقضي عليه، ولكن بيفعل الحاجز المضاد. وهنا الصلايم بيقولوا ان الحاجز مش هيستحمل ضربات وولتر، وبيقولوا ليوجي احنا جاهزين دلوقتي. وساعتها وولتر بيكسر الدرع وبيضربوا يوجي بتعويذه الشبكه السحريه، بيكتفوا في سقف المكان. وبينقل يوجي تعويذه الشبكه السحريه ل10 من الصلايم واللي بيقدروا يكتفوه ويثبتوا وولتر في مكانه. وهنا يوجي بيضربه بنار الهلاك وبيصرخ وولتر من الالم وبيقع على الارض. وقبل ما يموت بيقول لهم جه الوقت، سواء قدرت تهزم البطل او ما اقدرش، كده كده النتيجه واحده في الاخر، وهي ان الحكيم هيرجع لو انا مت. وبعدها بيموت وولتر. وهنا ستايل بيقول ليوجي انا شكلي كده فهمت غلط الرساله، في جزء اخير من الرساله ما رضيتش اقوله لك، وهو بموت المرشد هيرجع الحكيم. انا كنت فاكر المقصود بالمرشد هو انا، وان الحكيم المقصود به هو انت يا يوجي، ولكن واضح ان المعنى كان مقصود به ان وولتر هو المرشد، ولو مات هيرجع الحكيم الاسطوري. وساعتها مركز الطاقه بيسحب كل ارواح اتباع العصابه بما فيهم يوهان والوحوش وجسد وولتر، وبيظهر الحكيم. وبيقول له ستايل انا كنت فاكر ان لما اضحي بحياتي فده هيخليك انت يا يوجي تبقى الحكيم اللي هينقذ عالمنا، وما رضيتش اقول لك الجزء ده من الرساله علشان ما تخافش على حياتي، ولكني كنت غلطان. طلع ان المرشد هو وولتر، واللي لو مات هيرجع الحكيم. فبيساله يوجي ودلوقتي مين الحكيم ده؟ فبيقول له ستايل انا هقول لك اللي اتقال في الاساطير، من زمن بعيد ظهر منقذ علشان يقاتل تنين قوته اسطوريه، ولكنه ما قدرش يهزم التنين ومات قبل ما ينفذ مهمته. فبيقول له يوجي وانت شايف ان البطل ده هو الحكيم اللي قدامي؟ فبيرد ستايل واضح ان وولتر عمل طقوس لاستدعاء الارواح وضحى بحياته هو واتباع العصابه علشان يستدعي الحكيم مره ثانيه ويقدر به ينفذ حلمه ويقضي على البشريه بالكامل. وفجاه الحكيم بيفعل تعويذه نار الهلاك وبيضرب بيها يوجي، واللي بيفعل تعويذه الحاجز المضاد وبيحمي ستايل والصلايم من ضربته. وبيتصدم الصلايم من قوه الحكيم وبيقول له ان عنده قوه شبه قوه يوجي، وبيشوف الارض حواليهم بتولع نار من قوه تعويذه الحكيم. وساعتها يوجي بيستغرب ازاي الحكيم ضربه بتعويذه قويه زي نار الهلاك برغم انها بتسحب كميه كبيره من المانا. فبيقول للصلايم مستعدين لمواجهه الحكيم، وبيفعل لهم يوجي تعويذه لمضاعفه قدره التحمل وكمان تعزيز قدره التنقل والدفاع والحركه. وبيقول لهم يوجي ان ده هيسهل عليهم القتال. وبينطلق الذئب ومعاه الصلايم لمواجهه الحكيم، وبيفعل يوجي تعويذه الانتقال علشان يقدروا يوصلوا له. ولما بيكونوا في وشه بيضربوا الصلايم بكره من النار، فبيرد عليهم بتعويذه نار الهلاك وبيقدروا يتفادوها بصعوبه. وبيأمرهم يوجي انهم يتفرقوا وبيعمل لهم اماكن في الهواء علشان يضربوا منها الحكيم بتعويذه وابل الكرات الناريه، ولكن بيقدر الحكيم يصد كل هجمات الصلايم بالدرع من كل الاتجاهات. وبيضرب واحد من الصلايم بتعويذه نار الهلاك، وهنا يوجي بيخفي الصلايم علشان ما يتصابش بهجوم الحكيم. وساعتها بينقل للصلايم تعويذه كره النار علشان يهاجموا من وراه، ولكن برضه بيقدر الحكيم يصد ضربته. فبيقول لهم يوجي هنقدر نصيبه لو كلنا هجمنا عليه من كل الجهات، ولكن استهلكت نقاط كتيره من المانا عندي. وبيقول لنفسه ازاي الحكيم بيستخدم نار الهلاك بالشكل ده، معقول يكون عنده طاقه مانا غير محدوده؟ فبيأمر الصلايم انهم يتجمعوا فوق الحكيم ويتحدوا، وبينقل تعويذه الصقيع المضاعف 10 مرات وبيوجهها ناحيه الحكيم، واللي بيفعل تعويذه الدرع وبيقدر يدمر كتله التلج اللي حواليهم. وساعتها يوجي بينقل للصلايم تعويذه النار المضاعفه 10 مرات وبيقدروا يضربوه وبيقع على الارض. بيفرح يوجي، ولكن فجاه بيظهر قدامهم الحكيم واللي بيفعل تعويذه نار الهلاك ل10 اضعاف. وهنا يوجي بيرد بالمثل بنفس التعويذه وبنفس العدد، وبيتصدم الكاهن ستايل من قوه الحكيم ومقاومته ليوجي، واللي فجاه بيقدر يتغلب على الحكيم. وبيفرح الصلايم بان يوجي انتصر في المعركه، وبيشوف بيانات المانا عنده وبتكون بالسالب، وبيقول لنفسه يا دوب قدرت اغلبه في الوقت المناسب. وهنا بيقف الحكيم على رجله، وبيتصدم يوجي والصلايم بانه ما اتصابش بحاجه من الاساس، وبيقول لهم الحكيم انا همنحكم الخلاص دلوقتي. وبيطلق اشعه سحريه ملعونه في السماء وبتنتشر في المنطقه وفي الاماكن اللي حواليهم، وبتتحول الميه للون السحر الملعون، وكل الوحوش بتتصاب بلعنه الخلاص، حتى التنانين عينيها بتتحول للون الاحمر، والسماء فوقهم لونها بيتغير وبتبقى بنفس لون سحر الخلاص البنفسجي. وبيقول له ستايل هو انت مسمي اللي بتعمله ده خلاص؟ وبيتصدم الذئب والصلايم، وبيقول يوجي لنفسه ان الوضع ده ما يطمنش ابدا. وبنشوف جماعه من مغامرين مدينه فستان، اول مدينه زارها يوجي، وكانوا بيقاتلوا واحد من الوحوش، ولكن بيظهر غيره كتير وكانوا اقوى من الاول، وواضح من نظرات عيون الوحوش ان نيتهم الهجوم على المدينه. وبيقرر الجنود انهم يرجعوا فستان علشان يحصنوا حدود المدينه ويحذروا باقي الناس. وساعتها يوجي كان بيراقب اللي بيحصل لان ساب صلايم هناك كالعاده، علشان يوجي بيسيب صلايم في كل مدينه بيروحها للاحتياط، وبينقل تعويذه كرات النار للصلايم علشان يقتلوا الوحوش دي قبل ما تهاجم الجنود ومدينه فستان. وبيقول يوجي لستايل الحكيم استخدم مصدر لعنه قمر الخلاص على اجهزه المطر الاصطناعي، وهو ده اللي خلى السماء باللون ده وتنتشر اللعنه لكل الوحوش. وهنا الحكيم بيطلع لفوق وبيقول ليوجي انا زمان اتقتلت على ايد 2 كانوا اقوى مني بمراحل، وفشل في المهمه دي خلاني اتضايق واغضب، واكتشفت انه مهما حاولنا احنا المغامرين اننا نقتل اي تنين قوي فبرضه هيظهر تنين اقوى منه ومش هنقدر عليه، وعلشان كده انا رجعت تاني علشان اجيب الخلاص للعالم وانهي معاناه الناس واقضي على حياتهم، وبكده محدش هيعاني وهنرتاح من التنانين للابد. وهنا يوجي بيفهم كلامه وبيقول في نفسه يعني عشان تمنع
تكرار الحادثه اللي حصلت لك تيجي تدمر العالم كله بحجه الخلاص؟ ايه المنطق ده؟ وبيقول له الحكيم ارضى بنصيبك وبالخلاص، وبيضربه بتعويذه نار الهلاك، وبيفعل يوجي تعويذه الدرع وبيقول لنفسه الدرع عمره ما هيقدر يستحمل النار دي كلها، مش قدامي غير المقاومه، وبيرد عليه يوجي بتعويذ نار الهلاك برضه، وبيتصدم ستايل من قوتهم هما الاثنين وبيتمنى ان يوجي يغلبه. ولما كان يوجي بيقاوم الحكيم السلايم بيقول له في حاله طارئه، الوحوش رايحه لمدينه اورداريون حالا وباعداد كبيره جدا ونظرات عيونهم مرعبه، وكمان بتتجه لمدينه كيليا، تاني مدينه راحها يوجي بعد فستان، فبينقل لهم يوجي تعويذه كرات النار علشان يواجه الوحوش دي، وفي نفس الوقت بيقاوم الحكيم بتعويذه نار الهلاك وبتعويذه الدرع، وبيقول له الحكيم عمرك ما هتقدر تحمي العالم بقوتك المحدوده. وهنا يوجي كان بيعمل التعويذ في نفس الوقت لكل المدن اللي راحها قبل كده، وبيقول لنفسه صعب اقاتل واحد بالقوه دي وفي نفس الوقت ادافع عن المدن، وبيشوف المانا عنده بقت بالسالب وبيسال نفسه يا ترى ايه اللي عمل. وساعتها داريارد بيتكلموا عن طريق السلايم وبتقول له كل الناس في مدينه فستان اتجمعوا في الساحه، وبيشوف يوجي المغامرين في مدينه فستان وهم بيستعدوا للدفاع عن بلدهم، وبيقولوا كان دايما يوجي هو اللي بيحمينا، ولكن جه دورنا دلوقتي اننا نوريه قوتنا الحقيقيه وندافع عن ارضنا. وكمان داريارد بتجهز الوصفات السحريه علشان يواجهوا الوحوش، وبتقول ليوجي كلهم مستعدين للقتال وهيساعدوك في حمايه مدينتهم، وبيطمن يوجي علشان دلوقتي مش هيقلق على مدينه فستان، وبيقول للسلايم خليكم مع جيل وباقي المغامرين احتياطي علشان هنساعدهم برضه بالتعويذ السحريه. وكمان السلايم في مدينه كيليا بيقولوا ليوجي نفس الكلام، وبيستعد قائد المغامرين رايرد للمعركه، وبيشجع الجنود انهم ياخدوا يوجي كقدوه ليهم، وبيقاوموا الوحوش لاخر نفس، وبتستعد تينا وليسا للحرب وباقي المغامرين كمان، وبيقول لهم رايرد مش عايزين نضيع مجهود يوجي في حمايه بلدنا من التنين الازرق. وكمان السلايم بينقل ليوجي الاحداث في مدينه ريكاردو واللي بيقول فيها المغامرين لبعض يوجي ساعدنا في مقاومه التلج والبرد واحنا استحملنا اصعب فتره عدت علينا، فاكيد مجموعه من الوحوش مش هتقدر ابدا تغلبنا، فهنثبت ليوجي ان جهوده ما ضاعتش على الفاضي وهندافع عن بلدنا بكل قوتنا. وبنشوف الشيف وهو بيقول لهم ارجعوا بسرعه وهكون مجهز لكم احسن الوصفات. وكمان السلايم بينقل ليوجي الاحداث في مدينه بوغينيا واللي كان كل المغامرين فيها جاهزين بالدروع اللي صنعها جايغل، واللي بيقول لهم عايزكم ترجعوا منتصرين علشان ترجعوا لي الدروع دي، وبيقول لهم مساعد جايغل الدروع دي من احسن الدروع علشان مصنوعه من جواهر التنين على البركان، وكان جايغل واثق من فوزهم على الوحوش لان الدروع بتاعته هزمت تنين النار، فما بالهم بشويه وحوش ضعيفه. وبيفرح يوجي وبيطمن ان المدن الاربعه فستان وكيليا وريكاردو وكمان بوغينيا هيدافعوا عن نفسهم، وبيرجع بذكرياته زمان في حياته اللي فاتت لما كان مجرد موظف عادي وكان بيشتغل لوحده دايما بدون ما يطلب مساعده ولا حد يساعده، وبيقتنع دلوقتي ان العمل الجماعي احسن بكتير من انه يشتغل او يقاتل لوحده. وهنا يوجي بينقل لكل الجنود والمغامرين تعويذه التعزيز الهجومي والدفاعي وتعويذه التعزيز المضاد للسحر، وبيلاقي جيل والجنود اللي معاه ان قوتهم بقت اكبر وهيقدروا يهزموا الوحوش اسرع واسهل، وكمان تينا وليسا بيلاقوا ان قوتهم بقت اكبر واحسن، وكمان واتكا زعيم جنود مدينه ريكاردو بيلاقي قوته بقت اكبر وبمراحل، وبيقول يوجي لنفسه كده كويس دلوقتي اهل المدن هيقدروا يدافعوا عن نفسهم بسهوله، وكل اللي فاضل دلوقتي ان اقتل الحكيم واخلص العالم من شره. وبيقول له ستايل ان في رساله مقدسه جات له دلوقتي وهي لما يجتمع الشمس والقمر هتتحقق المعجزه. وهنا يوجي بيقرر يحاول ويعمل كل اللي يقدر عليه، وبياخد جرعه استرجاع المانا اللي عملتها داريارد واللي بتقدر ترجع طاقته زي ما كانت قبل ما يقاتل الحكيم، وبترجع معدلات المانا عنده لمستواها الطبيعي. وبيقول له الذئب انا هسيب لك مهمه حمايه ستايل، وبيفعل يوجي تعويذه الحاجز علشان يقدر يوصل لمستوى الحكيم فوق، واللي بيقول له هو انت عايز تقف في طريق الخلاص ليه عايز تحمي العالم؟ فبيقول له يوجي مش عارف السبب بالظبط، فبيقول له الحكيم واحد زيك مش محتاج سبب فعلا علشان يحمي العالم، انا كنت ساذج زيك في يوم من الايام وحاربت عشان العالم ده ومت، ولكن يوجي بيسترجع ذكرياته في العالم ده والناس اللي اتعرف عليهم، وبيعرف ان علاقته بالناس دي وذكرياته معاهم كفيله تكون سبب ليه علشان يحميهم حتى لو ده هيتسبب في موته. فبيقول له الحكيم خلينا نتقاتل ونحسم الموضوع ده. بيفعل الحكيم تعويذه نار الهلاك 3 مرات في نفس الوقت وبيضرب بيها يوجي، وبيقول له خليك كده تقاتلني لغايه ما قوتك تنتهي ومش هيقدر جسمك يستحمل كل المده دي حتى لو هتسترجع المانا. وفجاه يوجي بتظهر له تعويذه الصقيع واللي هي نفس التعويذه اللي استخدمها ضد تنين كيليا الازرق، وبيقول لنفسه يا ترى هي دي المعجزه اللي اتكلم عنها ستايل في الرساله، وبيضرب الحكيم بتعويذه الصقيع واللي بسببها بيقع على الارض، وبيلاقي يوجي انه يقدر يستخدمها اكتر من مره فبيضرب الحكيم بيها اكتر من 10 مرات، ولكن يوجي بيكتشف ان الهجمات دي مش هتنفع ضده، وبيتعصب الحكيم وبيحضر اقوى تعويذه سحريه علشان يقتل يوجي، واللي بيلجأ لخنجر كيث اللي اداهوله ستايل من زمان وبيه قتل تنين كيليا الازرق، وبيفعل تعويذه الصقيع على الخنجر وبيتحول شكل السماء لمنظر اتحاد الشمس والقمر زي ما قالت الرساله. وهنا يوجي بيقاتل الحكيم بالخنجر وبيعمل تعويذه لعزل التفجير علشان يحمي نفسه من دمار قوه الحكيم، وبيقدر يقتله وبينفجر الحاجز وبتختفي قوه الحكيم السحريه، وبيرجع لون السماء زي ما كان والكارثه بتتحل اخيرا والشر بينتهي. وبعدها ستايل بيحمد ربنا ان الازمه دي اتحلت وان العالم نجا من الكارثه دي، وبيتمنى انه يقابل يوجي مره ثانيه. وبالليل يوجي بيمشي من مدينه اورداريون وبيقول له السلايم ليه مشينا بدري كده؟ فبيقول لهم يوجي انا مشيت علشان نقابه مدينه اورداريون بيديرها عصابه القمر الازرق ومش عايز الفت الانتباه ليا. وبيسال يوجي السلايم اللي قاعدين في المدن عن الاخبار حاليا، وبيقول له السلايم وداريارد انهم بيحتفلوا بالانتصار وبتفرح تينا وليسا وبيحتفل رايارد كمان. وفي مدينه ريكاردو بيجهز الشيف وليمه للاحتفال بهزيمه الوحوش وحمايه مدينتهم. وفي مدينه بوغينيا بيحتفل جايغل والجنود بانتصارهم وبيشكروه على الدروع القويه بتاعته، وبيطمن السلايم ويوجي انه اخيرا رجع السلام لكل المدن. ولكن على الناحيه الثانيه بيتكلم قاده
النقابه في مدينه اورداريوم مع بعض، وبيقولوا انهم فقدوا اتصالهم مع المدير والتر ومش عارفين ايه السبب. وبيقول واحد فيهم ان في شائعات بتقول ان طقوس استدعاء الحكيم فشلت واختفى والتر مع اتباعه، وواحد بيقول لهم طب كده المفروض نبلغ مقر القياده بالكلام ده، ولكن القائد فيهم بيقول له مش مهم نزعجهم بالتفاهات دي، كده كده مش فاضل على تدمير العالم الا شويه ايام، لان جهاز التطهير قرب يجهز، وبمجرد ما يشتغل هنقدر ندمر العالم كله ونمنح عالمنا الخلاص. ولكن المهم دلوقتي اننا اعضاء قمر الخلاص الازرق هدفنا اننا نهزم تنين الخراب الاسود، وهو التنين اللي ما قدرش الحكيم يهزمه في حياته الاولى. وخلال ده كان يوجي بيسمع الحوار بينهم وبيقول لنفسه جهاز تدمير وتنين الخراب الاسود، واضح ان عصابه القمر الازرق مش هيبطلوا تخريب وفوضى، وساعتها بيهاجمهم نمور وحشيه، وبيقوم يوجي من مكانه علشان يواجههم. وفي اليوم اللي بعده بيروح يوجي للنقابه في المدينه اللي جنبه وبيسلمهم النمور الوحشيه دي، فبتقول له السكرتيره فين زمايلك في الفريق علشان جايزه المهمه دي كبيره جدا وهتتوزع عليكم. فبيقول لها يوجي انا دايما بقاتل لوحدي، فبتبكي السكرتيره علشان فاكراه ما قدرش يتقبل الصدمه بعد ما زمايله في الفريق اتقتلوا من النمور، وبتواسيه وبتقول له انهم دلوقتي في مكان احسن واكيد مبسوطين انك لسه عايش. فبيتصدم يوجي من كلامها لانها فهمته غلط. وهنا بتيجي مديره النقابه ميغيا واللي بتكتشف ان النمور دي اتقتلت بتعويذه النار، وبكده مفيش الا شخص واحد بس هو اللي قتلهم، وبتكشف لكل المغامرين ان يوجي هو الشخص اللي بتتكلم عنه الاساطير اللي بيستعمل الصلايم لقتال الوحوش بالسحر. وبيقع يوجي في ورطه بعد ما اتشهر ومش عارف يقول لهم ايه.